والسحر. بتظهر بنت غريبة شايلة معاها تابوت أكبر من حجمها، والأغرب من كده إنها مش ماشية في رحلة عادية، لأ دي رحلة بسببها ممكن تقلب العالم كله. ويا ترى ليه بتجمع أجزاء الإمبراطور الميت؟ وليه في ناس مستعدة تقتلها عشان بس تمنعها؟ وهل رحلتهم دي بحثا عن السلام أم بداية لحرب جديدة هتغير كل شيء؟ استعدوا الرحلة مليانة بالسيوف، السحر، الخيانة. اللي جاي ده مش مجرد ملخص، دي قصة مجنونة مليانة أكشن وسحر، وهتخليك حرفيا مش قادر ترمش. ولو عجبك الفيديو اضرب لايك عشان نوصل 5000 لايك، وده عشان ننزلكم ملخصات قوية في أقرب وقت، واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان ما تفوتش أي رحلة جديدة. بيبدأ الانمي الغريب بتاعنا في الغابة المرعبة، وبتكون في بنت صغيرة قدامها وحش ضخم جدا، ومش بيكون باين له أي ملامح، وبتكون البنت مرعوبة ومش عارفة تهرب ولا تعمل أي حاجة، وكأنها متكتفة في مكانها. بيفضل الوحش يقول لهم كلام غريب عن الإمبراطورية والملك بتاعهم، وبيقول لها إنها مجرد أداة بالنسبة لهم يعني، وده عشان يوقفوا الملك ويتخلصوا منه تماما. بس كل ده بيطلع في الماضي، فيلا بينا نروح للوقت الحاضر بتاعنا. وبنلاقي ولد غريب ماشي لوحده في الغابة ومعاه سيف، وبيقول في نفسه الغابة اللي ما فيهاش فلوس ولا حاجة الواحد يصطادها دي، وبيكون خلاص يعني زي من كتر التدوير. بس فجأة بيلاقي شجرة قدامه بتتهز، وبيتحمس جدا وبيقول في نفسه فرج الله اخيرا هصطاد حاجه ولا ايه. بس هنا بتحصل المفاجاه، وبتطلع من ورا الشجره بنت غريبه وشايله تابوت كبير على كتفها. بيتفاجئ الولد جدا وبيستغرب منها، وبينادي عليها على طول بيقول انت بتعملي ايه هنا في وسط الغابه والجبال يا بنت انتي؟ بتتفزع البنت اول ما بتشوفه، وبتفضل تجري حوالين نفسها زي العبيط عشان تستخبى منه، لحد ما بتطلع قدامه فجاه وبتقول له انت اكيد حرامي وشرير مش كده؟ بيرد عليها الولد وبيقول انا مش حرامي يا بنت انتي، ما تلمي نفسك، انا قاتل بس ومش لاقي حاجه اكلها، وكنت هنا في الغابه بدور على حاجه اصطادها. وبيسالها بتعمل هنا في الغابه بالتابوت الغريب اللي على ظهرها، وبيقول لها شكلك كده هتلاقيك قتيل ومش عارفه تتوي فين. بتتعصب البنت جدا وبتقول له خلاص انت انا مش مجرمه، انا بس مسافره وعايزه اوصل لمدينه ديسلو. وبيساله الولد بقالها قد ايه في الجبل، بتقول له انها ماشيه في وسط الجبال بقالها 3 ايام. بيقول له الولد 3 ايام؟ اعترف يا بنت انك تايهه ومش عارفه الطريق اصلا. بتسكت البنت شويه وبتقول دي الحقيقه فعلا، وبيسالها لو معاها اي فلوس. بتتعصب البنت وبتقول له يلا يا فقير يا حرامي يا متسول يا شحات، وكانها بلعه واتفتحت في وشه. بيسكتها الواد بالعافيه وبيقول انه مش عايز يسرق منها حاجه يعني، هو بس هيقول لها الطريق الصحيح مقابل انها تجيب له اكل، بس شكلك كده عايزه تفضلي تايهه في الغابه للابد. وبتفضل البنت تفكر في كلامه وعماله تحسب هتصرف كام بالظبط لو ساعدته وجابت له اكل، وانت عارف بقى سعر الدولار مش ثابت اليومين دول. بس فجاه بيظهر قدامهم حصان ضخم جدا، بس شكله كده حصان مش طبيعي، واول ما بيشوفه من بعيد بيجري ناحيتهم على طول، وبياخد الواد ايد البت وبيجروا هما الاثنين بكل سرعتهم لحد ما بتتقلب على وشها بسبب التابوت. وبيحاول الواد يقومها بسرعه قبل ما الوحش ده يوصل لهم، وبتشيل البنت التابوت من على ظهرها وبتجري وراه عشان ما تقعش تاني، لحد ما بيوصلوا الاثنين لحافه التل وبينطوا على طول في الميه، وبيفضلوا ماسكين في التابوت عشان ما يغرقوش. وبيكون الولد اتصاب اصابه شديده في دراعه، وفوق كل ده بيكون ميت من الجوع وما عندوش اي طاقه يكمل بيها. وبيقول لها ان الحصان ده لو قفشهم هيخلص عليهم على طول. وبتحاول البنت تدور على اي حاجه تعالجه بيها لكنها ما بتلاقيش. وبينام الولد على الارض بيقول في نفسه ايه الحياه البائسه دي بس يا ربي، وانه بيتمنى يموت ارحم له من اللي هو عايش فيه ده. وبتفتح البنت التابوت بتاعها وفجاه بيلاقي بتطلع اسلحه غريبه. بيتفاجئ الولد اول ما بيشوفهم ويقول لها انت طلعت ساحره ولا ايه؟ بترد عليه وبتقول له ايوه بس قوتي ملهاش لازمه زيك بالظبط، وكمان مش معايا غير البندقيه دي يعني مش حوار. بيقول لها الولد انه ممكن يقتلوا الحصان الشرير اللي بيطاردهم. بترد عليه البنت بتقول ان هم لازم يخاطروا شويه، وده لان السلاح ده بياخد وقت كبير لحد ما التعويذه بتجهز. وبيقرر الولد انه يستخدم نفسه كطعم عشان يستدرج الوحش، وده لحد هي ما تخلص التعويذه وتقتله. وفجاه بيقوم وبيرد الكلام غريب وكانه بيقول تعويذه او حاجه مش مفهومه. وفجاه بيظهر حواليه ضوء احمر غريب، وشعره كمان بيقلب كله احمر، ودي خاصيه غريبه جدا بيستخدمها المحاربين في الحروب بتاعتهم. وبعدها بيطلع السيف بتاعه اللي هيحارب بيه الحصان، واول ما بيظهر الحصان بيستخدم القوه السحريه اللي في القرن بتاعه وبيهجم عليه على طول، لكن المره دي ما بيهربش زي كل مره وبيفضل واقف مستنيه يهجم عليه. وبيحاول الولد انه يواجهه لكن الحصان بيكون اقوى منه بكتير، وفي الاخر بيطير بيه الحصان في الجو، وبيفضل الولد يطعنه كذا مره بالسيف بتاعه عشان يضعف قوته، بس في النهايه الحصان بيقدر يوقعه من عليه. والناحيه الثانيه بتكون البنت خلاص جايزه السلاح بتاعها، وبتستغل اللحظه اللي الحصان طاير فيها في الجو لوحده، وبتضرب عليه بالسلاح السحري بتاعها وبتقدر انها تصيبه. وفي اللحظه دي بتقسم الحصان ده لنصين وبيقضوا عليه تماما، وكان عامل لي فيها تنين وبيطير في الجو من شويه. بيطلع بعدها الولد ده من الميه وبيرجع لشكله الحقيقي، مش بيكون مصدق ان المعركه خلصت خلاص. بتروح له البنت وهي متحمسه وبتفضل تقول انه ماهر وقوي جدا. بيرد عليها الواد بكل برود وبيقول لها ان هي اللي دمرته في الاخر، وبتقول له ان السلاح السحري بتاعها هيفيدهم كتير بعد كده. وبتقرر انها تساله عن اسمه، وبيتعرفوا الاثنين على بعض، وبيطلع اسمه تورو وهي اسمها تيشا. وبعد ما بيمشوا هما الاثنين بيظهر شخص غريب وبيكون راسم وشوم غريبه جدا على وشه، وبيتضايق لما بيشوف جثه الحصان في كل حته، وبيحس بالذنب ناحيته، وبيسال نفسه يا ترى مين الاثنين دول. بيروحوا الاثنين ياكلوا وما بيصدق تورو يشوف اكل قدامه، وبياكل بسرعه جدا وكان في حد بيجري وراه. مالك يا عم بالراحه. وفجاه هما بياكلوا بتظهر من وراه بنت غريبه بتقول له انت ظهرت يا حلو، لا وكمان معاك بنت جديده، وفين بقى النباتات اللي انا قلت لك عليها؟ بيتصدم تورو اول ما بيسمع صوتها وبيقوم على طول وبيجري منها في المكان كله. بتفضل البنت الغريبه دي تجري وراه وبتكون عايزه تضربه بالسلاح الغريب بتاعها، لا يكون في عونك يا ابني والله. وبتقول له انه ملوش لازمه ولا بتستفاد منه بحاجه، وان هي الوحيده اللي بتشتغل وبتجمع الفلوس. بس الحمد لله بنطمن وبيطلع اخوها في الاخر وبيحاول انه يهديها ويشرح لها موقفه، بس هي ما بتدروش فرصه وبتكسر المحل كله على دماغه. وبعد شويه بيخلصوا المعركه اللي بينهم، وبتقول له صاحبه المكان انه عيل ما عندوش دم فعلا، وان اخته كاري كانت مستنيه عشان يجيب لها اكل، وهو سايق بره مع بنت تانيه اصلا. وبتقول
وبتقول انه يدفع ثمن كل الاكل والحاجه اللي خربوها دي. بيقول تورو لاخته ان وحش الفايل هجم عليهم في الطريق وعشان كده ما عرفش يرجع. بترد عليه كاري وبتقول له انت فاكر بقى ان اصدق الكلمتين بتوعك دول ولا ايه؟ بيقول لها تورو ان البنت اللي معاه دي ساحره هي كمان وهي اللي ساعدته انه يقتل الوحش، وبيوريها الجرح بتاعه وبيقول لها انا كنت هموت اصلا. بتقول لها تشيكا ان دي مصلحه وان هي بتدي له اكل وفلوس عشان يعرفها الطريق، وبتوافق اخته اخيرا انه يشتغل معاها. بنروح بعدها القصر كبير جدا وبنعرف ان صاحبه هو روبرت. بيقابل روبرت شخص تاني وشكله كده من الفرسان وبنعرف ان اسمه البرت، وبيسال روبرت ايه اللي جابه هنا. بيرد عليه البرت وبيقول ان هو هنا عشان يطلب منه معروض صغير، وبيقول انه عرف انه كان من الثمان ابطال اللي خلدوا اسمائهم في امبراطوريه جاز، وبيطلب منه يديله كل المعلومات اللي حصل عليها من هناك. بس طبعا بيرفض روبرت على طول وحتى ما بيخلوش يكمل كلامه وبيطرده من القصر بشياكه، وبيقول للخدم بتوعه ان الضيف بتاعهم يمشي دلوقتي ما تعملوش شاي. بيتفاجئ البرت من رد فعله بس في الاخر بيقوم ياخد بعضه ويمشي، وبعدها بيروح روبرت للخزنه بتاعته وبيكون مخبي فيها اداه غريبه وجواها ايد شخص حقيقي، وبيقول في نفسه انه مستحيل بعد كل ده يقول لاي حد على المعلومات. نرجع تاني للبطل بتاعنا وبتقول له تشيكا على الخطه بتاعتهم وانهم لما يروحوا للكونت البرت هيسرقوا الاول اهم حاجه هناك، ما بيكونش تورو فاهم منها اي حاجه، وبيقول لها انت متاكده من الكلام الفاضي اللي بتقوليه ده ولا ايه؟ بترد عليه تشيكا وبتقول له انه يفهم كل حاجه لما يروح هناك. بنروح تاني لالبرت وبيكون قاعد مع مجموعه تانيه من الاشخاص ويبدا يحكي لهم كل حاجه حصلت، ونحس ان في حاجه غريبه في روبرت، وبيكون قاعد معاهم الشخص الغريب اللي شفناه من شويه وبيقول لهم ان البنت الغريبه دي رجعت تاني واكيد هتستهدف الكونت بعد ما عرفت انه كان من الثمان ابطال، وانها دلوقتي ما بقتش لوحدها ومعاها شريك جديد. بيقول لهم البرت انها مستحيل برضه تروح لقصر الكونت. بنرجع ليهم تاني وبيكونوا تورو واخته بيراقبوا قصر روبرت من بعيد ومش بيبقوا عارفين ايه الحاجه اللي المفروض يسرقوها. بيقول لها تورو احنا جايين هنا نقضي مصلحه وهنسمع كلامها لحد الاخر وناخد القرشين ونمشي، وبعد ما بيتاكدوا من كل حاجه بيحددوا كل المباني اللي حوالين القصر وبيرجعوا تاني وبيجهزوا كل ادواتهم السحريه. بتقول له كاري تفتكر فعلا ينفع نثق في البت دي ونعتمد على قوتها السحريه؟ بيرد عليها تورو بيقول لها ان قوتها السحريه قويه جدا وان هي تقدر تحميهم فعلا، وبتكون تشيكا في اوضه تانيه وبتتدرب على قوتها السحريه. بس فجاه بيسمعوا صوت انفجار كبير وبيدخلوا على طول وبيلاقوها بوظت كل حاجه بسبب انفجار السلاح السحري بتاعها، وبتقول كاري لتورو انها دلوقتي اتاكدت من كلامه وان هي فعلا هتقدر تحميهم، وبعدها بيجهزوا كلهم عشان يبداوا مهمتهم وبيتسلقوا مع بعض سور القلعه، وبعدها بتتحول كاري بنفس الطريقه اللي بتحول بيها اخوها وبينتقلوا كلهم من القلعه على مبنى القصر. بس للاسف بيعملوا صوت عالي وبيصحى روبرت على الصوت بتاعهم، وده كله بيكون بسبب التابوت، وبعد معاناه كبيره بيقدروا يدخلوا القصر، وبعدها بتستخدم تشيكا قوتها السحريه وده عشان تفتش القصر كله وتعرف مكان الحاجه اللي هي عايزاها، وبيكون في ضوء ازرق غريب في نص القصر وبيكون ده فعلا هو الحاجه اللي بتدور عليها، وبيتفرقوا الثلاثه عن بعض وكل واحد بيروح في مكان مختلف عشان يلاقوا الحاجه اللي عايزينها، وبيدخل طول اوضه من الاوض عشان يقدر يفتشها، لكن لسوء حظه بيدخل روبرت عليه. بيقول له روبرت ان شكلك تبع البرت واكيد بتشتغل معاه في نفس المنظمه واكيد كمان هو اللي بعتك عشان اللي حصل الصبح. بيتوتر طول شويه ومش بيبقى فاهم منه اي حاجه، بس فجاه بيستخدم روبرت قوته السحريه وبيهجم عليه بالسيوف الطايره بتاعته، بس تورو بيقدر يتفاداها في اخر لحظه، وهنا بتظهر اخته كايرا عشان تدافع عنه. بيقول لها تورو تبعد بسرعه وانه طلع سحر هو كمان، لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه وكل السيوف والاسلحه اللي في الجو دي بتقع على الارض، وهنا بيتصدم روبرت اول ما بيشوف تشيكا وبيقول لها ان المفروض تكون ميته من زمان، وكمان انا متاكد ان قتلتك بنفسي قبل كده، ما بتموتيش يا بنت انت ولا ايه؟ وبيستخدم قوته السحريه تاني وبيوجه كل الاسلحه ناحيتها، بس بيلحقها عمنا تورو وبينقذها في اخر لحظه، وبيخرجوا الاثنين بعدها بره الاوضه خالص، وبيقول روبرت في نفسه هي حقيقه ولا شبح، بس كده كده مش هسمح لاي حد ياخد الكنز بتاعي، وبيقرر انه يروح وراهم على طول. بيكونوا الثلاثه مستخبيين وبيقول لهم تورو هنهزمه ازاي ده بيستخدم السحر بسهوله جدا من غير اي تعويذ حتى. بتقول له شيكا انهم لازم يوصلوا لمركز القصر وهناك هيستخدموا البندقيه السحريه بتاعتها. بيقول لهم تورو انه هيشتتوا ويستدرجوا لبعيد وده لحد ما ست هانم تفجر البندقيه بتاعتها، وبعدها ياخدوا الحاجه اللي هم عايزينها ويهربوا من هنا بسرعه. بيتفرقوا الثلاثه وبيروح تورو يستناه وبيتحول لشخصيه المحارب ولون شعره بيتغير، وفجاه بيظهر روبرت قدامه وبيقول له انه شاف التقنيه دي قبل كده وعارف بيستخدموها ازاي، لكنه مهما عمل مش هيقدر يهزمه ابدا. بيقول له تورو اخلص ياض انت ووريني قوتك بدل الرغي الكتير. بيهجم عليه روبرت بقوته السحريه، بيجري تورو منه على طول وبيتحاول انه يتفادى ضربته ويهرب منه، وعلى الناحيه الثانيه بتكون كاري مع تشيكا وبيوصلوا لمركز القصر وبيكون اوضه روبرت، وبيفضلوا يدوروا في كل مكان على البندقيه بتاعته او الحاجه الغريبه اللي تشيكا بتدور عليها، وبتضطر كاري تكسر كل حاجه في الاوضه لحد ما بتكسر المرايه وبتلاقي وراه شباك صغير، وبيقولوا ان ده اكيد مكان البندقيه وبتحاول انها تكسره هو كمان، بس بيكون عليه حاجز سحر قوي جدا. بتستخدم تشيكا سلاحها السحري هي كمان وبتقدر انها تلغي الحاجز السحري اللي على الشباك، وبيلاقوا اخيرا الشيء الغريب اللي تشيكا بتدور عليه وبتمنع كاري في اخر لحظه انها تدمره. وبنروح لعمنا تورو وبيحاول انه يخدع روبرت وبيربط ستاره على شكل بني ادم وبيعلقها، واول ما بيشوف روبرت من بعيد بيهجم عليها بالاسلحه بتاعته، وهنا بيستغل تورو الفرصه وبيهجم عليه على طول، لكن برضه بيحس بيه روبرت وبيصد قبل ما يهجم عليه، وبيعرف كمان ان هم وصلوا لمكان الكنز بتاعه وبيهرب منه تورو على طول وبيجهز له فخاخ ثانيه. بيروح وراه عمنا روبرت بكل برود وبيقول له قوتك دي ملهاش اي 30 لازمه في عالمنا الحالي وانت ما بتتحولش لاي حاجه غير مجرد حرامي ملوش لازمه، وبيقول له انه هيعلمه درس قبل ما يقتله وهياكد له ان قوته دي ملهاش لازمه فعلا، وبيقرب عليه وبيقول له انه مستحيل يسمح لهم يسرقوا الكنز بتاعه وده لانه تعب فيه جدا عشان يوصل له، وان القصر كله مربوط بيه وبقوته وان مفيش اي مخلوق يقدر يهزمه هنا، وبيهجم عليه بعدها بكل قوته وبيقع تورو على الارض. بيروح لروبرت وبيقول له كنت فاكرك هتاخد مني وقت اكبر من كده، ده انت طلعت عيل تعبان، وبيقول له ما تقلقش البت اللي معاك دي انا فشلت في قتلها قبل كده بس المره دي هقتلها واخليها تحصلك. بيقوم تورو على طول وبيبعد عنه وبيحاول انه يستدرجه للفخ بتاعه وبينجح فعلا، وبيقدر يشعلقه من رجله في النجفه وعامل لي فيها بطل والقصر بتاعي وفي الاخر بتتشعلق من رجليك. وهنا بيرجع تورو لطبيعته تاني وبعدها بيظهروا تشيكا وكاري وبيقولوا ان هم خلصوا مهمتهم وسرقوا الكنز. بيوقفها روبرت وبيقول لها ان الكنز اللي في ايديها ده خطير جدا ولو وقع في الايد الغلط هتحصل كوارث كبيره، وبيفضل يسالها اللي عايزه تاخده هتعمل بيه ايه بالظبط، وبيقول لها انها لو عايزاه عشان الفلوس ممكن يشتري منها دلوقتي ويبقى على سعر. بيروح لها تورو وبيقول لها ما تهتميش باي حاجه يقولها، وبعدها بيمشوا هم الثلاثه على طول وبيفضل عمنا روبرت مربوط وبيسيح مع نفسه وبيتسللوا الثلاثه عشان يخرجوا بره القصر من غير ما حد يشوفهم. بعدها بيروحوا الثلاثه لمكان تاني وبتقول كاري لاخوها ان بقالهم فتره طويله جدا ما انجزوش مهام زي دي، وبيسال تورو شيكا ايه حكايه الايد الغريبه دي وان
وشكلها كده ايد حقيقيه فعلا، وبيقول لها ان الراجل الغريب ده كان شكله يعرفك كويس، وكمان كان عمال يقول كلام غريب كده ومش مفهوم، ما بتردش شيكا على اي سؤال من اسئلته، وبتفتح التابوت بتاعها وبتطلع لهم فلوس عشان انجزوا المهمه. بيتضايق تورو وبيفهم من طريقتها انها مش عايزه تقول له حاجه وان كده خلاص مهمتهم انتهت مع بعض، لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه وبيزقها تورو ناحيه الحيطه، وبيلاقوا سهم صغير جه في الفلوس بتاعتها، وفجاه بيظهر البرت ومعاه 2 تانيين، وبيسالهم البرت هم مين وايه علاقتهم بالبت دي، وبيقول لهم لو بيخدموها عشان الفلوس يبقى احسن لهم يبعدوا عنها احسن، وانهم مش محتاجين يورطوا نفسهم اكتر من كده، وان هم الوحيدين اللي محتاجين البت دي والليد اللي معاها، ولو سلموها دلوقتي بهدوء مش هيكونوا متهمين في اي جريمه وهيسيبوهم يهربوا. بيفضلوا الثلاثه ساكتين شويه ومحدش بيتكلم. بيبص تورو لكاري بصه غريبه وكانه بيقول لها تعمل حاجه، وبعد كام ثانيه بتحدف كاري قنبله دخانيه على الارض، وبيجروا الثلاثه بعيد عنهم وبيقفوا في شارع تاني، وبيقول لهم يهربوا هم بالتابوت، وبيطلب من شيكا تديله الايد الغريبه دي، لكن بترفض شيكا على طول، وبتقول له للاسف مش هقدر اديها لك. بيرد عليها تورو وبيقول لها انه لسه ما خدش منها فلوس ومهمته لسه ما انتهتش، وبيوعدها انه يحمي الشيء الغريب ده ويرجعه لها تاني سليم. بتثق فيه شيكا وبقرر انها تديهوله. بياخد تورو الايد منها وبيطلع يجري بعيد، بس فجاه بيلاقي وراه عربيه ضخمه جدا، وبيحاول يهرب منهم ويدخل في الشوارع الضيقه، لكنهم مش بيحلوه وبيطلعوا له من كل حته، وبيضطر في الاخر انه يحارب الواد اللي بيجري وراه، وبيرمي عليه الايد الغريبه عشان يشتت انتباهه ويعرف يهزمه، وبتقع منه الايد دي على الارض، وبيحاول تورو انه يصد كل هجماته بالسيف ويهزمه، وبيستخدم حركات قتاليه مميزه جدا، وبيقدر في الاخر انه يهزمه، وبيروح عشان ياخد الايد الغريبه دي، لكن الواد بيمنعه، وبيقول انه لو لمس الشيء ده هتحصل كارثه كبيره جدا. بيروح لتورو وبيضربه بيه على دماغه، وبيخلي الواد يفقد الوعي تماما. بس يا ترى ايه حكايه الايد الغريبه دي وليه كلهم خايفين منها كده؟ وفجاه بيلاقي تورو العربيه الضخمه وراه، والبرت والبت التانيه قدامه بيكونوا حاصروه من كل حته. بيفضل البرت يحذره وبيقول له بصراحه ما اعرفش دفعت لك كام، بس احسن لك يعني تاخد البنت دي وتهرب، وكده كده مش هتستفاد منها اي حاجه غير انك هتقلب العالم كله ضدك مش اكتر. بيرد عليه تورو بيقول ان الكلام اللي قاله ده مش مبرر، وانه مش دليل قوي يخليه يقلب عليها، وهنا بيضطر البرت يقول له المعلومات اللي يعرفها، وبيقول ان الايد اللي ماسكها دي هي ايد الامبراطور ارثر، وده الامبراطور اللي حكم امبراطوريه جاز 500 سنه بحالهم، وانه كان مكرس حياته كلها للمملكه بتاعته، وواجه وحوش واشرار كتير جدا عشان يحمي المملكه، بس للاسف اتهزم في اخر معركه، واتقال بعدها ان بنته هربت وسابت المكان، وبيقولوا ان البنت اللي معاهم دي ومأجراهم عشان ينقذوها هي بنت الامبراطور، وان هي بتحاول تجمع كل بقايا ابوها، ولو عملت كده فعلا هتجمع قوه سحريه كبيره، وبسببها هتقوم حرب عالميه تانيه، وعشان كده ما ينفعش يسمحوا لها انها تجمع باقي الملك ابوها والا العالم كله هيتدمر. بيفضل تورو ساكت شويه، وبعدها بيقول له انه محارب، يعني العالم الهادي بتاعهم ده بالنسبه له كابوس، وانه ما عندوش مانع تقوم حرب تانيه، اهو منها يا عم نشتغل ونمسك قرشين. وفجاه بتظهر كاري قدامهم، وبتحاول ان هي تعطلهم شويه لحد ما تشيكا تخلص التعويذه بتاعتها، وبعد ما بتخلصها بيحصل انفجار كبير، ومش بيقدروا يستحملوا الطاقه دي كلها، وبيهربوا تورو وكاري منهم على طول، وبيختفوا الثلاثه بسرعه من المكان، وبيروحوا بعدها البيت بتاعهم، وبيقول لهم تورو ان هم لازم يحضروا حاجاتهم بسرعه ويهربوا من البلد دي، بس بتقول لهم شيكا انها عايزه تجمع كل بقايا ابوها، وان كل هدفها في الحياه انها تعمل لابوها جنازه محترمه. بيقول لها تورو انه هيساعدها تحقق هدفها طالما ده هيخرجوا من حياته الممله اللي ما فيهاش اكشن دي، وبتتبسط شيكا جدا انهم ما قلبوش عليها ولا حتى خافوا منها بعد ما عرفوا حقيقتها. وبيجي تاني يوم وبيخرجوا الثلاثه للغابه، وبتبدا هنا رحلتهم الكبيره، مش بيبقوا عارفين حتى هم يروحوا فين ولا هيقعدوا مع مين، وفجاه بيظهر شخص غريب جدا وبيكون متشعلق في الجو وبيراقبهم من ساعه ما خرجوا من البيت، لكن يا ترى مين الشخص ده كمان؟ وطبعا انهي عصابه بالظبط؟ بيركبوا الثلاثه عربيه كبيره وفيها ناس تانية غيرهم مسافرين، وبيفضلوا كلهم يبصوا عليهم بطريقه غريبه جدا وعلى التابوت اللي معاهم، وطبعا بيكونوا خايفين منهم جدا. بيقول تورو لشيكا ان التابوت اللي معاها ده هيلفت انظار الناس ليهم، هم مش ناقصين اصلا. وبعد شويه من الوقت بيوصلوا المدينه، وبيكون في عربيات تانية وناس كتير غيرهم، بتسيبهم كاري وبتقول لهم انها تروح للمخزن وتجيب الاكل والادويه اللي هيحتاجوها. بيشجعوها الاثنين وبيدخلوا هم المدينه، وكل الناس بيكونوا باصين عليهم هم بس وعلى التابوت اللي معاهم. بيقول لها تروح احنا لو كملنا رحلتنا بالبتاع ده هنتفضح، وبياخدها لمكان تاني وبيغطوه كله. بتتعصب شيكا جدا وبتقول له انهم ما ينفعش يعملوا كده في التابوت بتاعها، ما بيهتمش تورو اصلا بكلامها، وبيفضل يفكر المفروض يعملوا ايه بعد كده، وبيقول لها انهم لازم يعملوا لنفسهم وسيله نقل الاول، وبيبص جنبه وبيلاقيها اختفت خالص، وبيكون واقف عند محل فاكهه وعايزه تشتري من عنده. بياخدها تورو بيقول لها ان ده مش وقته خالص، وان هم دلوقتي لازم يركزوا في مهمتهم وبس، لكنها بتفضل تتنقل من محل للتاني وبتتفرج على الحاجه اللي بيبيعوها كانها ما شافتش فاكهه قبل كده. وبعدها بياخدها المكان بايده وبيفضلوا واقفين مستنيين كاري، وبيقول لها ان هي الرئيسه بتاعتهم يعتبر، ومفروض تقول لهم يعملوا ايه في خطوتهم الجايه، لكنها ما بتردش عليه وبتفضل ساكته. بيزق تورو منها وبيقول في نفسه اللي انا عملته في نفسي ده يا رب، ما انا كنت في حالي ومريح دماغي. وهنا بتظهر كاري اخيرا وبيقول لها تروح ناكل الاول وبعدين نشوف الحوارات دي كلها. وبنرجع تاني لعمنا البرت وبيكون واقف بره عربيته الضخمه جدا، وبيخرج له نيكولاس وبيقول ان عندهم معلومات جديده عن العيال دي، وبعدها بيدخل وبيقعد مع الباقيين، وبيقول واحد منهم انهم اكيد سافروا لبلد تانيه واكيد برضه مش هيعرفوا ينتقلوا بسهوله بالتابوت اللي معاهم. بيرد عليه البرت وبيقول له عندك حق، وده معناه ان خطتهم الجايه انهم يدوروا على وسيله مواصلات. بيقول لهم نيكولاس ان هم لازم يتحركوا دلوقتي. بتتريق عليه فيفي وبتقول له اسكت بقى بالاصابه بتاعتك دي، ومحدش متخيل ازاي عيل صغير يهلهلك كده، ده لعب بيك الكوره يا جدع. بتقاطع حريته بتقول لها انه اكيد عيل قوي جدا طالما قدر يهزم نيكولاس لوحده يبقى لازم ناخد بالنا. بيقوم البرت وبيقول لهم انهم هيروحوا كلهم للمدينه وانهم هيتفرقوا هناك ويسالوا عنهم في كل حته، وبتتحمس فيفي جدا وبتقول انهم مش هيرجعوا غير لما يهزموهم ويقضي عليهم تماما. وبنرجع للثلاثه تاني وبيكونوا قاعدين بياكلوا، وشيكا ما بتصدق انها تشوف الاكل. بيقول لها تورو انت متاكده انك بنت امبراطور بجد ولا بتحور علينا؟ ما بترد الشيكا عليه وبتركز في اكلها. سيبك يا عم شغل الشكليات دي. بتقول لهم كارين انها سمعت ان حكيمه المدينه هي بطله من الابطال الثمانيه. بتفاجئ تورو اول ما بيسمع كلامها وبيقول لها انت ازاي ما تقوليش معلومه زي دي من بدري، ويسالها الحكيمه دي عايشه فين بالظبط. بتسمعهم من الست اللي بتقدم لهم الاكل، وبتقول لهم ان ما حدش يعرف المكان اللي بتعيش فيه الحكيمه ولا يعرف شكلها اصلا. وبتقول له كمان انها سمعت انها مرعبه جدا ومسيطره على كل الوحوش والفرسان. وبتسال باقي الناس اللي قاعدين لكن ما حدش بيكون عارف حاجه عنها، لكنهم حابين المدينه بتاعتهم لانها بتتساهل معاهم ومقدمه لهم خدمات كتير. وبعد ما بيخلصوا اكل بتروح شيكا عشان تدفع، وبعدها بيخرجوا من المطعم وبيقول لهم تورو انه لازم نشوف له شغلانه بدل ما هو بيتهزق في الرايحه والجايه كده.
كده، بس بتقطع تشيكا على طول وبتقول ان هم لازم يقابلوا الحكيمه في اسرع وقت ممكن. بيفضل تورو يفكر في كلامها وبيقول لهم انهم ما عندهمش اي فكره عن مكانها حتى، وبيعرض عليهم يشوفوا مكان يقعدوا فيه الاول، وبيروحوا لكذا فندق لكن كلهم بيرفضوا، وده بسبب التابوت اللي معاهم. حضرتك ده محتاج سرير لوحده. وبعدها بتوصل فيفا وريتا لنفس الفندق وبيسالوا على الثلاثه وبيعرفوا ان هم لسه خارجين من شويه. بيتفاجئوا الاثنين وبيخرجوا بسرعه وبيفضلوا يدوروا عليهم في الشارع، وبيلاقوا من بعيد تابوت ضخم جدا وبيروحوا ناحيته على طول، لكن بتطلع ست كبيره وشايله صندوق ضخم على ظهرها مش اكتر. وهنا بتتعصب فيفي جدا وبتبقى عايزه تلاقيهم باي طريقه. بتروح لها ريتا وبتقول لها هدي اعصابك شويه. بترد عليها فيفي وبتقول لها ان هم ضايقوا البرت، يعني لازم تعلمهم الادب. بتضحك ريتا وبتقول لها قولي كده بقى، انت زعلانه عشان حبيب قلبك اتهزق بس مش اكتر. وبنرجع تاني للثلاثه وبيكونوا ماشيين في المدينه، وفجاه بيلاقوا عربيه البرت الضخمه قدامهم. بياخدهم تورو وبيستخبوا في اي شارع بسرعه، وبيقول لهم لحقونا ازاي ولاد الجزمه دول، وبيعرفوا ان هم لازم يخرجوا في المدينه في اقرب وقت ممكن. وفجاه بيظهر قدامهم ولد غريب جدا، واول ما بيشوفوا تورو بيهجم عليه على طول، لكن بتحصل حاجه غريبه جدا مش بيقدر انه يسيبه، كأن حوالي حاجز غريب. وهنا بتقول شيكا انها تعرفه انه المخبر بتاعها بيعرف الولد عن نفسه، وبيقول ان اسمه جي وانه بيتعاون مع شيكا، وده عشان تلاقي البقايه اللي بتدور عليها. وبتطلب منه شيكا عربيه عشان يسافروا بيها. بيرد عليها جي بيقول لها ان هيديلهم المعلومات اللي عنده، وبيقول لهم انهم لو راحوا للغابه بتاعت المدينه هيلاقوا عربيات كتير، وكمان بيقول لهم ان البطله اللي بيدوروا عليها ممكن يلاقوها في الغابه، وبيعرفوا ان اسمها مونيكا. وبعد ما بيقول لهم على كل المعلومات دي بيختفي من قدامهم بطريقه غريبه، وبيتفاجئوا تورو وكاري من قوته العجيبه. وبعدها بيروحوا الثلاثه فعلا للغابه، وبيقول لها تورو ان العربيات اللي قال عليها دي بتشتغل بالسحر، يعني ده معناه ان هو وكاري مش هيقدروا يسوقوها. بترد عليه شيكا وبتقول انها ما عندهاش مشكله تسوقها، وانها كمان بتعرف تسوق بسهوله. بيوصلوا للمكان اللي قال لهم عليه وبيلاقوا كذا عربيه فعلا. بتروح شيكا على طول بتلاقيهم قدام جدا ومحتاجين يتنضفوا ويتصلحوا كمان، وبتبدا على طول انها تنضف العربيه اللي هياخدوها، وبتقدر انها تصلح الحاجات اللي بايظه فيها، وفي نفس الوقت بتجمع كاري الاعشاب والنباتات اللي تنفع تتاكل. وبينصب تورو كام فخ كده عشان لو حد هجم عليهم. وبتخلص شيكا تصليح العربيه وبتركب عشان تجربها، وفعلا بتنجح وبتتحرك العربيه. وبيشوفها تورو من بعيد ويكون فرحان جدا، بس بيلاقيها ماشيه ناحيه البحر ووقعت فيه، وبيقول لنفسه عارف انها هتودينا في داهيه في الاخر، والله حسيت ان هي مايكل شوماخر من شويه. وبيجي اخر اليوم وبيقعدوا كلهم عشان ياكلوا، وبتساعدهم شيكا وبتستخدم قوتها السحريه، وده عشان تسوي لهم الفراخ وتشويها بسرعه، لكن الخطه ما بتمشيش زي ما هي عايزه، وبتشوي لهم الفرخه فعلا بس بتخليها حته فحمه، وبيضطروا انهم ياكلوها محروقه في الاخر. ويشرح لهم تورو هيعملوا ايه بالظبط، وبيفضل يلقح على شيكا وبيقول لهم ان للاسف الرئيسه بتاعتهم مش فاهمه اي حاجه، بس شيكا بتفضل مركزه في الاكل وبس ومش مهتمه بكل اللي بيقوله. بيتعصب تورو بيقول له انا قصدي عليك على فكره بقى، وبعدها بيقول لها انهم لازم يقابلوا الحكيمه مونيكا ويتفاوضوا معاها بشان البقايا اللي معاها، وبيقول لها ان الموضوع هيكون صعب وخطير جدا، وبالذات ان هي مسيطره على الفرسان والوحوش كمان. وبعدها بتحكي لهم كاري قصه عن الفرسان المرعبين وازاي بياكلوا البشر وما بيرحموش اي حد قدامهم. بتخاف شيكا جدا منها وبتفضل تقول لها تسكت خالص. بنروح بعدها لعمنا البرت وباقي الرجاله اللي معاه، وبيقولوا على اخر الاخبار انهم انتقلوا للغابه. بيستغرب نيكولاس جدا وبيقول لهم ان الغابه في الوقت ده بتكون خطيره جدا وكانهم رايحين للموت برجليهم. بنرجع لهم تاني وبيكونوا خلاص اتحركوا بالعربيه، وشيكا بتشكره انه بيساعدها وكمان بيحميها. بيرد عليها تورو بيقول لها بص قدامك الاول يا بنت المجنون هتموتينا، وبيكون قدامهم جذع شجره كبير جدا، بس شيكا بتقدر تتفاداه في اخر لحظه. بيقول لها تورو انه مش مصدق ان هي ازاي كده وازاي قدرت تنجو لوحدها المده دي كلها وهي عبيطه اصلا، وبيقول لها ان الوضع اللي هي حاطه نفسها فيه ده خطير جدا، وان هي عامله نفسها لاعداء كتير في كل حته من غير اي لازمه، وحتى الواد اللي اسمه جي ده ما ينفعش يثقوا فيه. وبيسالها ازاي اصلا قدرت تخرج من الامبراطوريه بعد موت ابوها، واكيد الحال اتدهور جدا وما بقاش في حد يحكمها. بترد عليه شيكا وبتقول انها كانت بره الامبراطوريه اصلا من قبل الحرب، وان هي كمان مش فاكره اي حاجه اثناء الحرب دي وفقدت كل ذكرياتها، ويدوب بس فاكره حاجات قليله عن الحرب. بيحس تورو بالاسف من ناحيتها وبتكون صعبان عليه، وفجاه بتخرج لهم كاري وبتقول لهم ان في حاجه داخله عليهم، وبيرد عليها تورو بيقول لها انه حاسس بنفس الموضوع، وبيحذر شيكا وبيقول لها تمسك نفسها كويس، وبيقول لها ان الوحوش اللي داخلين عليهم دول من الفايلا برضه بس على شكل كلاب، وانهم بيكونوا اخطر بكتير من الحصان اللي قتلوه. واول ما بيوصلوا بينزل لهم تورو على طول وبيمسك واحد فيهم وبيقضي عليه وبيهدد الباقيين، لكنهم ما بيخافوش منه وبيستخدموا قوتهم السحريه وبيسعقوه بالكهرباء. بيقع تورو على الارض ومش بيبقى قادر يتحرك، لكن في اخر لحظه وقبل ما الوحوش تخلص عليه بتظهر بنت غريبه، واول ما بيشوفوها بيترعبوا كلهم وبيهربوا منها، وبتقول البنت لتورو ما حدش قالك ان المنطقه دي خطر ولا ايه، وانه ما ينفعش اي حد يخشها كده. بيرد عليها تورو بيقول لها انه كان مسافر وتاه في الطريق. بيقوم تاني وبتعرفوا البت على نفسها، والمفاجاه انها بتطلع الحكيمه مونيكا والله اللي بيدور عليها بقالهم ربع ساعه دي، وكمان بتعرض عليه يروح معاها القصر بتاعها لحد ما يبقى كويس، لان الوحوش دي اكيد هيرجعوا تاني. بيحس تورو انهم في مشكله كبيره، وبيقول في نفسه نسرق منها البقايا زي بنت المجنونه دي، وبيروحوا الثلاثه معاها القصر بتاعها. وبتتفاجئ كارين ان الحراسه على القصر بتاعها مش قويه قوي زي ما كانوا فاكرين. بيقول لها تورو انها مش محتاجاهم اصلا، دي ممكن تاكلنا، وكمان انت مش شايفه التنين ده ولا ايه. وبيقول لها ان بعد ما شافت وشوشهم وعرفوهم مش هيعرفوا يهجموا عليها، وانهم محتاجين يغيروا خطتهم كلها. بتكون شيكا مش في دماغها اي حاجه وبتبقى عايزه تاكل اكل حلو وتنام. بتفكرني بنفسي ساعات كده والله يا زميلي. بيزعلها تورو بيقول لها انت نسيت هدفنا ولا ايه يا بنتي، احنا هنا عشانك اصلا. وبينزلوا كلهم عند القصر، وفجاه بتتحول مونيكا ولبسها كله بيتغير، وبيدخلوا الثلاثه القصر وبتقول لهم يختاروا الغرف اللي هم عايزينها، وبيكون القصر كله عباره عن تماثيل وصور ليها هي بس، ما شاء الله النرجسيه ليفل مليون. وبيطلعوا اي اوضه وبرضه بيلاقوا صورها في كل حته. بيقول لهم تورو انه مش مرتاح وحاسس انه متراقب. بتقول له كاري شكلها كده بتحب نفسها جدا، وبيكونوا مستغربين ان مفيش اي حد في القصر غيرها، وبيخرجوا كلهم وبيفضلوا يدوروا في القصر على اي حاجه، لكن الغريب ان بيكون القصر فاضي فعلا وما فيهوش اي حد، ده مفيش حتى فار معدي بالصدفه، بس بيكون في قطه غريبه عينيها حمراء وبتكون بتراقبهم من بعيد وما بياخدوش بالها منهم. وبينزلوا لجنينه القصر وبيلاقوا تمثال سحري ليها. بتقول كاري حب النفس حاجه حلوه والله بس مش للدرجه دي يعني. وبتكون مونيكا واقفه في الشباك وبتراقبهم من بعيد، وبيرجعوا تاني القصر وبتشوف شيكا القطه وبتاخدها تلعب معاها على طول. وبيقولوا للبعض ان حتى التنين مش موجود هنا، وبيقول تورو ان اكيد مستخبي في اي حته، وانه لو مش موجود خالص فدي مصلحه ليهم. وبيقول لهم انه يستغل الفرصه ويعرض عليها انهم ياخدوا البقايا، ولو هي رفضت هيضطروا ياخدوها منها بالقوه، لكن بترفض شيكا وبتقول له انها انقذتهم من الوحوش، وكمان قدمت لهم سكن، يعني الولايه طيبه وما قصرتش معاهم في حاجه. وبتقول له تصدق انك عينك اللي الجميله ده انت. بيرد على تورو بيقول له انت مجنونه ولا ايه، انت شكلك انت اللي نسيت ان مونيكا هي عدوتك. وبيقول لها المفروض
المفروض ما يهتموش بانها طيبه ولا لا، واهم حاجه يحققوا هدفهم ويمشوا من هنا وخلاص. بس بيرجع يقول لها ان هي الرئيسه بتاعتهم في الاول وفي الاخر، وهيعملوا اللي هي تؤمر بيه ويريحوا دماغهم. بتفضل شيكا ساكته وبتفكر في كلامه، وبيجي تاني يوم وبيكونوا كاري وشيكا في المطبخ، وبتتفرج شيكا عليها وهي بتعمل لها الفطار، وبتكون منبهره جدا بمهاراتها في الطبخ. وبعدها بيقعدوا كلهم ياكلوا مع مونيكا وبيعجبها الاكل جدا، وبتتفاجئ كاري من رد فعلها، وبتقول لها انها ما كانتش متخيله ان اكلها يعجبها في الاخر. بترد عليها مونيكا وبتقول لها انها قضت وقت كتير في ساعه المعركه وعشان كده اي حاجه بتعجبها والله. وبيقول لها تورو انه سمع ان كان عندها تنين. بترد عليه مونيكا وبتقول ان هو مش موجود دلوقتي، وبتقول لهم كمان ان حظكم حلو انه مش موجود، وده لان اكيد مش هتعرفوا تتحركوا براحتكم في القصر وفي تنين موجود. بيضحك تورو وبيحاول انه يجيب لها موضوع البقايا بهدوء، وبيقول لها انهم عارفين كمان انها من الابطال الثمانيه، وانها اكيد يعني عندها بعض بقايا الامبراطور، وبيطلب منها بالشياكه كده انها تديهم له عشان عايزهم في مصلحه. تستغرب مونيكا وبتساله عايزها في ايه يعني. بيرد عليها تورو بيقول لها انه عايزها عشان يحقق رغبات شخص غالي عليه جدا. بيتفاجئوا كاري من شيكا من رده، وفجاه بتقوم مونيكا من مكانها وبتستخدم قوتها السحريه وبتطلع سيف ضخم جدا وبتهدده بيه، وبتقول انها فعلا عندها بقايا الامبراطور، لكن لو عايزها بجد لازم يحاربها ويفوز عليها. وبعدها بيطلعوا الثلاثه على اوضهم، وبيفضل تورو يتاسف لهم عن اللي حصل، وبيقول لهم انهم لو كانوا اتكاسلوا وحاولوا يقنعوها بالكلام ما كانتش هتوافق. ومش بعيد كمان الواد اللي اسمه البرت ده يوصل لهم هنا، وبتقول له شيكا انها مش متضايقه انه اختار القتال معاها. وبعدها بيتفقوا الثلاثه على خطه معينه، وفي اخر اليوم بيكونوا مستنيين مونيكا في الجنينه، وبتغير لبسها العادي وبتلبس لبس المحاربين وبتنزل لهم، وبيقول لها تروح احنا ممكن حد فينا يقتل التاني بالغلط والموضوع مش مستاهل، فيا ريت تقولي لي على مكان البقايا من دلوقتي ونحلها ودي. بترد عليه مونيكا بكل برود وبتقول له ما تقلقش انا اكيد مش هموت على ايد عيل زيك. وبتقول له في الاخر ان البقايا مكانها في التمثال السحري اللي في الجنينه. وهنا تورو بيتحول لشخصيه المحارب وبتستعد مونيكا للقتال، وبنرجع بالزمن لورا وهم بيعملوا خطتهم، وبيقول لهم ان في حاجه غريبه في القصر ده، والبنت اللي قبلوها دي مش هي الحكيمه الحقيقيه، وده لانها ما اتصدمتش لما شافت شيكا زي ما عمل روبرت بالظبط، بس هي ما ظهرتش اي رد فعل اصلا. وبنرجع للواقع بيهجموا الاثنين على بعض، وبتكون مونيكا قوتها كبيره جدا وبتعرفوا كمان نقطه ضعفها، وبتقول له بس انه لازم يطعنها فيها جامد عشان ما تقدرش تعالج نفسها بالسحر. بيستغرب تورو منها جدا ويقول لها انت متاكده ان حاجه زي دي عايزين نعرفها عادي كده؟ بتستهتر مونيكا بيه وبتقول لها انها تقدر تعمل لي حاجه فعلا، وبتتدخل كاريه كمان في المعركه وبتهجم عليها بكل قوتها، وبيفضلوا ينتقلوا من مكان لمكان، وبيكون شيكا في القصر وبتحاول انها تصيبها بقوتها السحريه، لكنهم بيفضلوا يتحركوا كتير جدا ومش بتعرف تنشن عليها لحد ما بيقفوا الاثنين قدام التمثال السحري. وفجاه بيهجم تورو على التماثيل بتاعتها وبيوقعهم كلهم في الارض. بتتعصب مونيكا جدا وبتفضل تقول له ما يكسرهمش، وبيقول لها انه كان في الاول فاكرها بتحب نفسها، لكن رد فعلها ده اثبت لهم ان اعتقادهم صح وان هي مش مونيكا الحقيقيه. وبيفضل يقول لها تظهر شكلها الحقيقي وبيسالها عن مونيكا الحقيقيه، لكن هي بترفض ان هي تجاوبه وبتهجم عليه بكل قوتها، وبتستغل شيكا الفرصه وبتضرب عليها بالسلاح السحري بتاعها، وبتقع مونيكا على الارض في الاخر. بس فجاه بتتحول لتنين ضخم جدا وبتحاربهم كلهم، وبعدها بتضرب عليه شيكا تاني وبيستغل دور ضعفه ويضربه بكل قوته بالسيف بتاعه، وبيقدروا اخيرا ان هم يهزموه وبيختفي التنين من الوجود. وهنا بتظهر مونيكا تاني وبتطلع اختها التوأم. بيروح لها تورو وبيسالها تاني عن مونيكا الحقيقيه، بترد عليه وبتقول له انها ماتت بسبب انها كانت مريضه، وان بعد الحرب ما خلصت حياتهم باظت واصبحت بلا هدف ومحدش يحتاجهم تاني، حتى التنين اللي كان مشهور جدا والناس كلها بتطلبه ومحدش بقى عايزه. ومن بعدها مونيكا قررت تنتحل شخصيتها وحطت صورها وتماثيلها في كل مكان في القصر عشان ما تنساش شكلها. وبيقول لها تورو ان كان التحدي بتاعهم خلص خلاص وزي ما هم متفقين هياخد بقى الامبراطور، وبتطلع ان هي كانت محتفظه بالعيون وبيديهم لشيكا وبيجهزوا الثلاثه عشان يمشوا من المكان. وفجاه بتتحول البنت لهيئتها الحقيقيه وبتقوم وبتقول لهم انها لازم يكون عندها هدف في الحياه، وبتقول لتورو ان هدفها الوحيد دلوقتي ان هي تقتله. وبعدها بتقول لهم اسمها الحقيقي وهو فريده، وبتقوم تسلم عليه وبتعضه من ايده، وبتقول ان هي عالجت جروحه عشان لما تقتله المره الجايه يكون بكامل صحته، وبتروح معاهم في رحلتهم الغريبه. والمفاجاه ان القطه الغريبه اللي كانت بتراقبهم هي فريده. بيقول لهم تورو يعني ده معناه انها سمع كل اللي قلناه، مش بتهتم شيكا بكلامه، وبتكون مبسوطه جدا انها هتفضل معاها ويلعبوا الاثنين سوا. وبعدها بيوصلوا الاربعه لمدينتهم الجديده، وبتكون شيكا ماشيه لوحدها وبتسال ناس شكلهم غريب، وبتكون عايزه تعرف مين البطل اللي موجود في المدينه، وبيضحكوا عليها وبيقولوا لها ان هم عارفين مكانه، وهي زي العبيطه بتصدقهم وبتروح معاهم كمان. بس هنا بيتدخل تورو وبيقضي على اثنين منهم قبل ما تروح معاهم، وفجاه بتظهر فريده من فوق وبتقول لهم انت هتقتلوهم من غيري ولا ايه؟ وفجاه بتتحول لتنين ضخم جدا وبتنزل على الواد الاخير، وهنا بتفطسهم وما بتخليش في حته سليمه. بيزهق تورو منهم هما الاثنين وبيبقى عايز يخلص منهم. بيروحوا الثلاثه للعربيه بتاعتهم، بيفضل تورو يزعق لها انها راحت لوحدها، ويفضل يفكرها كل شويه ان هي مطارده وممكن تتمسك في اي لحظه. بتضايق شيكا جدا منه وبتقول ان هي ما بتصدقهمش في اي حاجه وفاشله وملاش لازمه، وعشان كده كانت عايزه تدور عليه بنفسها. بيمسك تورو القطه وبيقول لها انها كانت مع الابطال وكده عارفاهم وعارفه شكلهم، بس فجاه بتضربه فريده بالقلم على وشه وبتسيبهم وبتجري. وفجاه بتظهر كاري وبتكون ماسكه سحليه في ايديها وبتقول لهم انها راحت للغابه عشان تجيب لهم شويه اكل، وجابت لهم شويه سحالي على فراشات بروتين فاخر من الاخر. شيكا بتتصدم من المنظر ومش بتبقى مصدقه انهم بياكلوا الحاجات دي، وبيسالها تورو عن البطل اللي بيدور عليه، وبتقول له كاري انها ما لقتش عنده اي حاجه، لكن سمعت ان في كتير من جنود الحرب في المدينه اللي جنبهم، ودي على بعد يوم كامل من هنا بالعربيه، وتوريهم كمان صورتهم هم الثلاثه ومكتوب عليها ان اللي يلاقيهم ليه مكافاه كبيره جدا، وبتعرفهم انها كانت متعلقه في وسط المدينه، يعني الخبر وصل لهم هنا هم كمان. بنروح لالبرت وبيكون بيتدرب بالسيف بتاعه متعصب جدا، وبيقول لهم انه مش مصدق ان شويه عيال زي دي هم اللي بيعملوا كل ده، وانهم كمان ممكن يرجعوا الحرب من تاني. والمشكله كمان ان خططهم كلها ماشيه كويس ومفيش اي حاجه قادره توقفهم. بيقولوا نيكلاس ان هو كمان لازم يقعد مع نفسه ويعيد التفكير في الخطط بتاعته ويسيبه من ده كله ويتجوز ويخلف عشان يحافظ على اسم عيلته الكبيره. بيرد عليه البرت ويقول انه لسه مش جاهز للخطوه دي، وكمان لسه ملاش بنت الحلال لحد دلوقتي. بتسمع فيفي كلامه وبتحزن جدا، امال انا ايه يا عم انت؟ بيحاول نيكلاس يلمح له على فيفي وبيقول انها مش لازم تكون غنيه يعني، وبيكون لسه بيتكلم كلامه ويقترح عليه فيفي لكن بيقاطعهم ليه. وبيقول لالبرت ان في شويه بلاغات جات لهم من المدينه اللي جنبيهم وان هم لقوا ثلاثه شبه تورو وكاري وشيكا. بيامرهم البرت على طول يروحوا للمدينه في اسرع وقت، وبنرجع لهم تاني ويكونوا في طريقهم للخروج من المدينه، لكن للاسف بيكون الوقت اتاخر وبتخرج كاري وبتقول لهم ان هم مطاردين. بتخاف شيكا جدا بس بيطمنها تورو بيقول لها تفضل ماشيه زي ما هي وكأن مفيش اي حاجه حصلت. لكن فجاه بيظهر قدامهم شخص غريب وبيفضل واقف مكانه، وبينزلوا تورو بيقولوا اتحرك من طريقهم ولو جاي على سرقه فيسرق العربيه اللي بعديهم عشان هم مش فاضيين، لكن بيرفض
وبيرفض الشخص الغريب ده انه يتحرك من مكانه، وبيضطر تورو في الاخر انه يحاربه. لكن المفاجاه ان الواد ده بيكون قوي جدا، والسيف اللي معاه غير اي سيف تاني شافه في حياته، وبيكون اسمه نصل الافعى، وبيقدر تورو يتفاداه بالعافيه، وبيحاول انه يهجم عليه ويشيل الغطا من على وشه، ويتفاجئ تورو جدا من اللي بيشوفه، وبتطلع البنت شبه شيكا بالظبط، بس هنا بيحصل انفجار تاني عند العربيه بتاعتهم، وبيكونوا محاصرين من كل حته، وتورو مش بيعرف يتصرف ازاي وينقذ مين ولا مين، وحتى كاري مش بتبقى قادره تتحرك، وده بسبب التعويذه السحريه اللي بيستخدموها. وبيقدر تورو في الاخر انه يهزم البنت الغريبه اللي شبه شيكا، بس في نفس الوقت بيكونوا حصلوا على شيكا الحقيقيه وبيهربوا بيها، وبيلاقوا من بعيد عربيه البرت الضخمه. بيقول تورو مش ناقصاكم انتوا كمان خالص، وبياخدوا البنت اللي معاهم هو وكاري وبيهربوا بسرعه من المكان، وبيروحوا يستخبوا في كهف بعيد، وبيتاكدوا انها مش مخبيه سيوف كده ولا كده في لبسها، وبيفضلوا يسالوها هي مين بالظبط وليه بيطاردوهم هي والعصابه بتاعتها الغريبه دي. وبيقرر تورو يسالها عن اسمها، لكنها بتفضل ساكته وما بتردش عليهم، وبتستفزها كاري وبتقول لها انها هتسميها الغبيه، وبيفضلوا كل شويه يقولوا لها يا غبيه وتنمروا عليها لحد ما بتتضايق منهم وتقول لهم اسمها الحقيقي، وبنعرف ان اسمها بوهي، وبنروح لشيكا الحقيقيه والاثنين اللي خطفوها، وبيعملوا معاها نفس الحاجه بالظبط، وبيتاكدوا ان مش معاها اي اسلحه ولا سيوف خفياها، وبتقول البت اللي معاها ان اكيد الباقي اللي معاها موجوده في التابوت الغريب ده. بيضحك الراجل ضحكه شريره، وبيقول لها يعني احنا كده مش محتاجينك في حاجه، يعني ممكن نتسلى بيكي شويه ونعذبك وبعد كده نبيعك كعبده ولا حاجه. وبتخاف شيكا منهم جدا، مش بتبقى عارفه تتحرك ولا تعمل اي حاجه. وبنرجع تاني لكاري وتورو، وبيقعدوا يشوا قدام البيت وياكلوا قدامها ويغزوها، وبيسمعوا صوت بطنها من كتر ما هي جعانه عيني. بيغزها تورو بالاكل اللي معاه، وبيقول لها لو عايزه تاكلي وتشبعي يبقى تتكلمي وتقولي حكايتكم بالظبط. بتتضايق البنت وبتضطر انها توافق، حرفيا مش بعتهم من اول قلم، بعتهم من اول طبق كفته. وبنروح تاني لشيكا وبياكلوها الاكل اللي هي عايزاه. بتقول لها البنت ان هما الاثنين مختلفين عن بعض جدا في الشخصيه، لكن في الشكل متطابقين. بتستغرب شيكا ومش بتبقى فاهمه بتتكلم عن مين. بتقول لها ان البنت اللي اصحابها خطفوها اسمها شيكا هي كمان، وان هي شبهها بالظبط لدرجه غريبه، لكن هما بينادوها ببوهي عشان ما يتلخبطوش ما بينهم. وبيقول لها الراجل ان في منهم نسخ كتير اصلا مش هما الاثنين بس. بيتفاجئ شيكا جدا من اللي بتسمعه، مش بتبقى فاهمه ازاي في نسخ منها كتير في العالم وكمان بنفس الاسم. بيكون ليه والشخص التاني ورا الكوخ بيراقبوهم، وبيعملوا حاجه غريبه جدا في الغابه، وهي ان ليه بيرمي شويه لحم على الارض، وفجاه بيظهروا طيور غريبه جدا، وبيدعي عليهم الشخص التاني ده بالسلاح السحري بتاعه. بنروح تاني لتورو والبنت بتحكي له كل حاجه، بيقول لها انت اسمك الحقيقي شيكا وكمان شبهها بالظبط، واكيد بتقولي للناس انك انت بنت الامبراطور برضه. بتقول له بوي ان هي شيكا الحقيقيه والتانيه مزيفه. بيرد عليها تورو بيقول لها شكلكم انتوا الاثنين فيك اصلا، وبتعرفوا بوي ان هي كمان بتجمع باقي الامبراطور، بس هي عندها خطه مختلفه، وهي ان بعد ما تجمعهم هتقتل كل اللي ساعدوا في قتل الامبراطور، وده عشان تنتقم لابوها. بيسالها تورو على السلاح الغريب اللي معاها وازاي قدرت تحصل على سلاح بالقوه دي. بترد عليه بوي وتقول انها مش فاكره اي حاجه وان ذاكرتها مش موجوده اصلا. بيتفاجئ تورو جدا وبيفتكر شيكا وانها قالت نفس الكلام بالظبط. وتاني يوم الصبح بيتقابلوا الاثنين في الغابه، لكن يا ترى هتنتهي حكايتهم على ايه ومين فيهم شيكا الحقيقيه فعلا. وبيكونوا الاثنين مستعدين للتسليم، وبيكون تورو رابط حبل في بوهي، وبيهدد دافيد انه لو حصل اي حركه غدر هيسحبه على طول، والحبل ده مربوط بقنبله لو انفجرت هتدمرها ومش هتخلي فيها حته سليمه. بيضحك دافيد عليه وبيقول له ما انت لو فجرتها هتقع انت كمان في الانفجار يا حلو. بيقول له تورو انه مش فارق معاه ويطلع منها بسهوله. بيبدا دافيد يخاف منه شويه، وبتكون البنت اللي معاه واقفه في حته ثانيه وبتستعد انها تضرب شيكا بالبندقيه بتاعتها، وبيعدوا الاثنين عد تنازلي، لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه جدا، وبيلاقوا مجموعه كبيره من الطيور الضخمه والمرعبه بيهجموا عليهم، وبترجع بوهي لتورو تاني وشيكا بترجع لديفيد، وبتبدا حرب جديده ما كانوش عاملين حسابها خالص، وبيحاولوا بكل قوتهم ان هم يواجهوا الوحوش دي، لكن بيكون عددهم كبير جدا. وبنرجع لليو والشخص الثاني اللي معاه واللي بيكون هو اساس الخطه دي كلها، وبيكونوا مبهورين بالنتيجه اللي حصلت، وبيقولوا ليو انه ما كانش متخيل ان الاثنين من شيكا يظهروا مره واحده، وبيكون الواد الثاني ده هو اللي بيتحكم في الطيور وهو الزعيم بتاعهم، وبيقول في نفسه ان دي فرصه كبيره ما كانش يحلم بيها ولازم نقضي على الاثنين سوا. وبنرجع ليهم تاني وبيحاولوا انهم يواجهوا الوحوش، لكن بيكون عددهم كبير جدا وكمان بيهجموا عليهم باستخدام السحر، وبيقولوا ديفيد انهم ياجلوا عمليه الاستبدال دلوقتي تاني، وبياخد شيكا ويهربوا. بيقرر ليو يروح وراهم ويطاردهم، وبيفضل الواد التاني مركز مع تورو وكاري. بتقول له بوهي يديها السلاح بتاعها ويفكها وهي هتحارب معاهم. بيتردد تورو شويه لكنه بيضطر في الاخر انه يوافق، وده عشان يقدروا يقضوا على الوحوش دي في اسرع وقت. وبيفكها وبيديها السيف المميز بتاعها، وبتحارب بوهي معاهم فعلا وبتساعدهم، وبتقدر انها تقضي على مجموعه كبيره جدا من الطيور بضربه واحده، وبيساعدها تورو وكاري لحد ما بيقضوا على كل الطيور. وبيرجعوا الثلاثه تاني الفريده، وبتقول لهم شكلكم كده خدتوا حرب جديده من غيري. وبتبص لبوهي وبتقول لها انت غيرتي تسريحه شعرك ولا ايه، وبتكون فاكراها شيكا اصلا. بيقول لها تورو انت غبيه يا بنت انت، يعني دي هي شيكا اللي احنا نعرفها؟ بترد عليه وبتقول له عندك حق فعلا، امال فين البت دي كمان؟ بيقول لها تورو دي شيكا برضه بس الموضوع كبير ومحتاج شرح طويل فمش وقتك دلوقتي. وبيقول لهم ان هم لازم يتحركوا دلوقتي ولا هيلحقوهم تاني، وبتكون العربيه بتاعتهم وسط الاحجار ومش عارفين يطلعوها. بتقول لهم كده انهم حتى لو طلعوها مش هيعرفوا يسوقوها، وده لان شيكا مش معاهم وهي بتشتغل بالسحر. بتنزل فريده وبتقول لها انها ممكن تساعدهم، وده لانها بتعرف تستخدم السحر هي كمان. وفجاه بتتحول لتنين ضخم جدا وبتشيل كل الصخور اللي حوالين العربيه. بنرجع تاني ليه ومارك وبيكون باين عليهم متعصب جدا، وده لان خطته الذكيه جدا ما نجحتش في الاخر. وبيقولوا ليه انه حتى اثارهم كلها متغطيه كانهم عارفين ان في حد وراهم. بيرد عليه مارك بيقول له المشكله كمان انهم مش عارفين يروحوا ورا مين فيهم، يا ترى انهي فيهم شيكا الحقيقيه. بيقول له ليه ان الاثنين ممكن يكونوا شيكا الحقيقيه عادي جدا. بيتفاجئ مارك ومش بيكون فاهم كلامه. بيقول له ان الامبراطور ممكن يكون كان متجوز اكتر من واحده وسمى بناته كلهم شيكا عشان يتاكد ان يكون ليه وريثه. بيفكر شويه مارك في الكلام اللي بيقوله، بيقول ان هم كده لازم يقضوا على كل نسخ شيكا اللي في العالم. بنروح لالبرت وبيجي له اخبار ان المملكه في حاله فوضى كبيره، وان عندهم مشاكل كتيره في مجالات زي الزراعه والصناعه، وان هم لازم يوقفوا بحث عن شيكا دي ويركزوا اكتر في اصلاحات المملكه. بيتعصب عمنا البرت جدا ومش بيعرف يتصرف ازاي. بنروح لتورو والباقيين وبيكونوا لسه واقفين في الغابه، وبيسن تورو السيف بتاعه بيجهزه، وبتعرض عليه بوهي يسيب شيكا اللي معاه دي ويشتغل عندها هي، وبتقول له كمان انا هدفع لك اكتر وان هي اقوى منها بكتير وهيكونوا فريق كويس سوا. بيقطعها تورو وبيرفض على طول، وبيقول له انه مش هيبيع شيكا عشان شويه فلوس، وان المحاربين اللي زيه بمجرد استئجارهم ما بيخونوش الملك بتاعهم ابدا. لكن بتفضل بوهي تتحايل عليه وبتقول له انها محتاجه جدا ولازم يفكر في العرض بتاعها كويس. بياخد تورو على قد عقلها، بيقول لها هيفكر ويرد عليها، وبيقوم وبيسيبها بحجه انه هيحضر العشاء. وبيروح لكاري وبتكون في السوق بتاع المدينه. بيروح وراها ديفيد وبيقول لها انه كان متاكد انه هيلاقيها هنا، وان هم لازم يتفقوا على ميعاد تاني عشان يستلموا الرهاين. بنرجع تاني لتورو وبيكون
وبيكون قاعد محتار جدا وشكله كده بدا يفكر في الموضوع، وانت عارف بقى الدولارات بتزغل العين. بس فجاه بتدخل عليهم كاري وبتقول له انها ظبطت معاه تاني للتبديل وهيكون النهارده بالليل، وبتروح عشان تعرف بوي باللي حصل. وفريده بتكون قاعده وبتقول له يا ترى تختار مين فيهم. وبيجي اخر اليوم وبيتقابلوا الاثنين في الساحه العامه، وبتفضل بوي تقول لتورو يفكر تاني في العرض بتاعها، بس بيقول لها تورو انه للاسف مش هيقدر ينفذ لها طلبها، وبرغم انه لو راح معاها يقدر يحارب اكتر وان هي كمان اقوى واذكى بكتير، بس شيكا محتاجه له اكتر وان هي ما عندهاش اي حمايه، عشان كده لازم يفضل معاها ويوفي بوعده. وبيجي وقت التبديل، وبعد ما بتروح لهم شيكا بيسلمها تورو السلاح بتاعها، وبتروح شيكا لتورو بتكون متحمسه جدا، لكنها بتحس انه بيعملها ببرود ومش متحمس زيها. بيقول لها تورو انت عايزاني اعمل لك ايه يعني؟ قاعد من الفرحه. وبتكون البنت اللي مع ديفيد واقفه بعيد برضه وبتستعد انها تصوب على شيكا وتتخلص منها، بس فجاه بتحس كاري بحاجه غريبه وبتبعدهم على طول، وبعدها بتهرب سلمى على طول بعد ما اكتشفوا مكانها، بس كاري بتروح وراها وبيتفادوا هم كمان القتال في الساحه العامه قدام الناس كلها وبيمشوا على طول. لكن الغريب ان كاري بتكون متكرره مرتين، واحده مشيت معاهم والتانيه بتطرد سلمى، فيا ترى في اتنين من كاري برضه ولا ايه اللي حصل؟ بتفضل بوي بص عليهم، بيتريق ديفيد عليها بيقول انت وقعتي في حب ولا ايه؟ بس بوي بتضربه في بطنه بكل قوتها وبتسيبه وبتمشي، وبنروح للثلاثه تاني بيوصلوا العربيه بتاعتهم، وفجاه بتتحول كاري وبتطلع فريده وان هي اللي كانت معاهم واخده الهيئه بتاعتها، وعشان كده كان في اتنين منها في وقت المعركه، وبيطلب تورو من شيكا انها تسوق بيهم لانهم لازم يمشوا من هنا بسرعه، وبتوافق شيكا على طول. بتتريق فريده عليه وبتقول له انا اخترت شيكا في الاخر برضه، ما بتفهمش شيكا كلامهم وبتطلب منهم يفهموها. بتضحك فريده عليها وبتقول لها انه كان قلقان عليها جدا بس مكسوف شويتين. بتعصب تورو وبيفضل يزعلها، وبتتحول فريده لقطه تاني وبتطلع تجري على طول، وبترجع لهم كاري تاني وبيكملوا رحلتهم سوا، وبتكون شيكا قلقانه جدا انه غير رايه من ناحيتها ويقرر انه يسيبها بما انه طلع في منها نسخ كتير. بيرد عليها تورو بيقول لها ان هي اول واحده قابلها وان هي شيكا الاصليه بالنسبه له، وبيقول لها انه مستحيل يتردد في حمايتها وانه لازم اي حد يقف قدامها. وهم ماشيين فجاه بيلاقوا ديفيد وبوي قدامهم، وبتقف شيكا على طول بالعربيه وبتصوب ناحيتهم سلاحها السحري، وبيقول لهم ديفيد دي اخر مره نطلب منكم بقيه الجثه بالذوق، وبيقول لتورو ان بوي متعلقه بيه جدا، وبيرد عليه انه يروح معاهم هو واخته والتنين اللي معاهم، وساعتها يبقوا فريق واحد ومش هيضطروا يقاتلوا بعض. بيرد عليه تورو بيقول له شيكا اللي معانا هيحصل لها ايه؟ بتقول له بوي ان مش هينفع يكون في نسختين منهم في نفس المكان. بيرد عليها تورو بيقول لها كده الكلام خلص وان هم هيفضلوا اعداء، وبيهجم عليهم على طول من غير ما يتردد، بس بتصد بوي بالسيف القوي بتاعها، وبتبدا معركه كبيره بينهم. بتساعده شيكا وبتضرب عليهم بالسلاح السحري بتاعها، وده عشان توفر الوقت اللي يتحول فيه لخاصيه المحارب. وبيهجم تورو عليهم تاني بكل قوته. بيحسوا ديفيد وبوي ان فرصتهم في الفوز قليله، وبيستخدموا قنبله دخانيه وبيهربوا على طول، وبعدها بيطلع عليهم الصبح وبيكملوا رحلتهم. وبيقول تورو لشيكا انهم مش هينفعوا يكملوا كده، ودلوقتي بقى عندهم اعداء في كل حته وكلهم عايزين يسرقوا منهم البقايا اللي بيجمعوها، ولازم يفكروا الاول قبل اي خطوه ويعرفوا يعملوا ايه بالظبط. وبعد شويه من الوقت بيقفوا في الغابه عشان يناموا شويه، وبيفضل تورو سهران وصاحي عشان لو حصل اي حاجه، بس فجاه بيظهر جي قدامه وبيصحوا شيكا وكاري على طول، وبيقول لهم ان عنده معلومات جديده عن بطل جديد وهو سيمون، واخر مره اتشاف فيها كانت من 4 سنين تقريبا، بس البلد دي بعيد عنهم وعشان يوصلوا لها محتاجين 3 ايام بالعربيه، وبيقول لهم ان المعلومات دي ممكن تساعدهم يلاقوه. وبعدها بيختفي على طول بنفس الطريقه الغريبه بتاعته، وبيكون تورو شاكك فيه وحاسس بحاجه غريبه ناحيته. وبيجي تاني يوم وبيروح السوق قبل ما يكملوا رحلتهم، وبيسال تورو صاحب المتجر عن وادي غريب. بيقول له صاحب المتجر ان الوادي ده خطير جدا وان اسمه اصلا وادي اللا عوده، واي حد راح هناك ما خرجش منه تاني، ومن 4 سنين بالظبط الوادي اصبح كله ضباب ومش باين اصلا، ومحدش يعرف لحد دلوقتي اللي راحوا دول ميتين ولا لسه عايشين. وبنرجع لعمنا البرت وبيوصلوا نفس الاخبار، وبيستغرب جدا ان الابطال الثمانيه حصل لهم حوادث غريبه بعد الحرب، زي ان مونيكا اصلا طلعت ميته، وكمان البطل سيمون اختفى تماما ومحدش عارف هو عايش ولا ميت. وبيقول البرت اكيد شيكا وفريقها هيبداوا انهم يدوروا عليه، وان هم كمان لازم يبداوا تحقيق في الموضوع ده. بنروح بعدها لمارك والباقيين، وبيكون مارك بيستخدم قوته السحريه عشان يعرف مكان شيكا وتورو، وبتحاول فيفي ترخم عليه وتبقى عايزه تشكه بالابره في راسه القرعه دي. بيدخل عليهم البرت وبيزعلها اللي عايز تعمله ده، وفجاه بيفوق مارك من الغيبوبه بتاعته وبيقول لهم انه عرف مكان شيكا وفريقها وان هم على الناحيه الثانيه من المدينه وشكلهم كده مسافرين تاني. وبنرجع ليهم تاني وبيكونوا ماشيين هم الثلاثه وبيفكروا في طريقه يروحوا بيها وادي العوده، وده عشان يدوروا على شخص هم مش عارفين اصلا اذا كان عايش ولا ميت. وفجاه بيقف تورو وكاري بيحسوا انه في حاجه غريبه، وبيقول لهم يجهزوا نفسهم للهجوم، وفعلا بتظهر عربيه البرت الضخمه، وبينزلوا بعدها الاربعه من العربيه، وبيطلب منهم البرت يستسلموا بسهوله المره دي وما يوجعوش دماغهم. وبيسال شيكا ايه هدفها بالظبط من تجميع بقايا الامبراطور. بتقول له شيكا ان هدفها الوحيد هي انها تعمل جنازه لابوها. بيتفاجئ البرت وبيكون مستغرب جدا، بس بتقول له فيفي ما يصدقهاش وانها اكيد بتقول اي حاجه عشان يسيبها تهرب. بيقول تورو لكاري بصوت واطي ان مفيش قدامهم فرصه للفوز، وده عشان هم عددهم اكبر منهم بكتير، وبيطلعوا كاري وشيكا اسلحتهم القويه. بيستغرب البرت من العند بتاعهم وبيقول لهم انتوا برضه مش ناويين تستسلموا بسهوله، وبيقول لهم انه هيكرر كل قوته عشان يفوز بالمعركه دي. وبتبدا المعركه بينهم وبيهجموا كلهم على بعض، وبتحاول شيكا تركز عشان تساعدهم لكنها بتتوتر جدا، وبالذات كمان بعد ما بيتصاب تورو في المعركه. لكن فجاه بتظهر فريده من فوق العربيه الضخمه وبتقول لهم انتوا عاملين دوشه ليه انت وهو، وبتتفاجئ اول ما بتعرف ان في معركه، وبتتحمس جدا انها تقتلهم كلهم، وبتتحول على طول لتنين ضخم جدا وبتبوظ لهم العربيه الضخمه بتاعتهم كمان. بيتصدموا كلهم من التنين البطله مونيكا في صفهم، وبيقول لها تورو انهم مش بيعملوا كده عشان يسلوا نفسهم وخلاص، وبيطلب منها تامنهم لحد ما بيهربوا. بتتضايق فريده جدا وبتقول يعني مش هقتلهم ولا ايه. وبعدها بتاخد كاري العربيه اللي فيها شيكا والتابوت وبتجري بيهم بعيد، وبتشعلق تورو في ديلها وبيهربوا كلهم بسرعه، وبتطير بيهم لبعيد لحد ما بيخرجوا بره البلد خالص. وبيكون عمنا البرت لسه مصدوم يا عيني ومش مصدق اللي بيحصل. وبيوصلوا بعدها لوادي العوده، وبيكون فعلا كله ضباب شديد ومش شايفين منه اي حاجه. وهنا بتستخدم شيكا قوتها السحريه وبتحاول انها تعرف مكان البقايا زي كل مره، بس هنا بتحصل المفاجاه وقوتها السحريه بتشتغلش اصلا. وبيقول لهم تورو انهم ما ينفعش ينزلوا الوادي من غير ما يكون عندهم خطه واضحه، وان هم كمان مش عارفين مكان البقايا فين، ولو طوروا وعملوا كده مش هيرجعوا منه تاني. وبيطلب من فريده انها تتحول تاني وتشيلهم وتعدي بيهم من فوق الوادي يمكن يشوفوا اي حاجه، لكن فريده بترفض وبتقول انها مش هتعمل له اي حاجه تاني لانه مش بيوفي بوعوده. بيتعصب تورو بيقول لها انه لسه عنده وعد ليها وهيقتلها في يوم من الايام،
لك لازم يخلصوا من كل الحوارات دي الاول. بتكلموا كاري وبتقول له بص بنت المجنونه دي بتعمل ايه كمان. بيبص تورو على شيكا وبيلاقي نازله من على التل للوادي، بيتعصب اكتر وبيقول في نفسه المهمه دي مش هتعدي على خير، وبيضطر هو كمان انه ينزل وراها. وفجاه بتقع صخره كبيره وبيلحقها تورو في اخر لحظه، بس الموضوع ما بينتهيش هنا، وصخره اكبر بتقع بيهم كلهم للوادي ومحدش بيقدر يعمل اي حاجه. بتتفرج فريد عليهم من فوق وبتطير وتنزل وراهم هي كمان، وبيكون تورو مع شيكا في وسط الضباب وبيحس بالذنب، وبيقول لها انهم لما وقعوا المفروض كاري هي اللي كانت تفضل عايشه مش هو. بتقول له شيكا ان دي مش غلطته وانه كان بيحميها، وان هي ممتنه جدا لوجوده معاها وما كانتش هتقدر توصل لكل ده من غيره. لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه جدا، وبيكون كاري وشيكا وفريده واقفين بعيد وبيتفرجوا عليه، وبتقول لهم شيكا ان دي مش نسختها الحقيقيه، وان اللي بيحصل ده كله سحر الوهم بسبب الضباب اللي في الوادي، وانه بيتحكم في عقله تورو وبيوريه الحاجات اللي نفسه يعيشها فعلا. وبيتخيل تورو مع شيكا حياتهم من غير معارك وحروب، وقد ايه هيكونوا مبسوطين مع بعض. بتقول لها كاري انهم لازم يتصرفوا باي طريقه وينقذوه من الوهم ده. بترد عليها شيكا وبتقول لها انه ما ينفعش يخرجوا من الحاجز اللي حواليهم، وان هو اللي حاميهم من تاثيرهم بسحر الوهم. وبتفضل تفكر في طريقه ترجعه بيها لعقله مره ثانيه، وبتستخدم قوتها السحريه وبتخليه يتخيل ان هي خانته، وده بعد ما ساعدها في تجميع بقى الامبراطور واديته الخازوق المتين وسابته وراحت لالبرت في الاخر. وبتقول انها لما هتتجوز واحد من عيله كبيره عشان تحافظ على اسمها. وبينهار تورو وبيفضل يجري وراها لحد ما يقدروا ان هم يستدرجوه للحاجز السحري، وبيرجع لوعيه تاني وبيلاقي شيكا واقفه قدامه عادي جدا، وكانت بتمسكه بتديله قلمين على الوش عشان يفوق، وبتروح فريده هي كمان تكمل عليه. وبعدها بيفهموه اللي حصل وان كل اللي شافه ده كان مجرد وهم. وبتقول له فريده ان هم بيقعوا هو الوحيد اللي ما عرفتش تمسكه. بيقول لهم تورو انهم لو خرجوا من الحاجز السحري ده هيتحصروا كلهم في الاوهام، وبيقرروا انهم يبداوا يتحركوا وينشروا الحاجز السحري. بتتحول فريده للهيئه بتاعتها، وبتستخدم شيكا قوتها السحريه وبتوسع الحاجز السحري، وبيتحركوا بسرعه قبل ما الحاجز ما يتلغي. وبيلاقوا قدامهم شيء ضخم جدا وشكله غريب، واول ما بتشوفوا شيكا بتدمره على طول، وبيطلع الشيء الغريب ده هو مفتاح الوادي كله. واول ما بتدمره بيختفي الضباب كله، وبيرجع تاني مكان طبيعي وكل الاوهام السحريه بتختفي. وخطتهم الثانيه هي انهم يلاقوا البطل سيمون، وفجاه بيطلع لهم شخص غريب وبيستغرب جدا من اللي عملوه، وبيقعد يبرطم بكلام غريب ومش مفهوم خالص. وبيسالوا تورو اذا كان هو البطل سيمون، لكن الشخص ده ما بيردش عليه. بتقول له فريده ان هو ده فعلا البطل سيمون، وان هي فاكره شكله، لكن يعني الدنيا جايه عليه خالص. بيفضل سيمون يضحك عليهم وبيقول لهم انه مستحيل يرجع للجيش تاني بعد كل اللي حصل له، وان حياته كلها اتدمرت وخسر عيلته كلها. بتروح له شيكا وبتقول له انها بنت الامبراطور، وان هي عايزه البقايا بتاع جثه ابوها. بيضحك سيمون بسخريه عليها وبيقول لها مين العبيط اللي يحتاج بقايا زي دي، هو عندك ايه خديها وخلصيني منها. بيتفاجئوا كلهم انه وافق بكل سهوله، وبياخدوا البقايا وبيخرجوا من المكان، وبيدلهم سيمون كمان على الطريق الصح للمدينه، ويفضل لوحده عايش في نفس المكان المرعب. بيكملوا الاربعه رحلتهم بالعربيه، وبتقول له شيكا انها هتفضل معاه ومش هتخونه ابدا. بيسكت توري شويه وبيقول لها ان دي مجرد اوهام مش حقيقه يعني، وهما الاثنين اصلا مش هينفعوا يكونوا مع بعض في الحقيقه. بتتضايق شيكا جدا من كلامه وبتحتفه بالطوبه في دماغه وبتركز في السواقه، اصل البعيد ما عندوش دم خالص. وبنرجع تاني لالبرت وبيكون قاعد مع رئيس النقابه، وبيساله لو في اخبار جديده عن الامبراطور والبقايا بتاعته، وبيقول ان كل حاجه اتحفظت مع بقيه التحقيقات الثانيه. بيسالوا البرت لو متاكد ان تجميع شيكا للبقايا خطر علينا فعلا، وبيقول انه لما شافها وسالها عن هدفها ما كانش باين عليها انها بتكذب او ناويه على شر، وان هي فعلا عايزه تعمل جنازه لوالدها. بس المشكله كلها انها كانت مع تنين مونيكا، بس برضه ما كانش باين عليهم انهم بيخططوا لدمار العالم ولا حرب جديده. بيقطعوا البرت وبيقولوا شيء قضيه شيكا دي من دماغه خالص، ورغم ان هي قضيه مهمه جدا، لكن دلوقتي لازم يركزوا على سكان المدينه وازاي يعيشوا كويس. بنرجع لهم تاني وبيكونوا ماشيين في طريق صعب وكله صخور، وده عشان هم اختاروا يمشوا من الطرق الخلفيه عشان محدش يشوفهم. بتقول كاري لتورو ان ابو شيكا هو اللي اخترع كل الادوات السحريه، وحتى العربيات السحريه هو اللي اخترعها. بيتفاجئ تورو اول ما بيعرف المعلومه، وبتقول له شيكا ان ابوها كان ساحر مذهل فعلا. وفجاه بيلاقوا قدامهم فرقه تفتيش، وبيوقفوهم وبيقولوا لهم ان هم لازم يدفعوا ضريبه، وده عشان يقدروا يدخلوا امبراطوريه الجاز الجديده. بيستغربوا كلهم جدا من الكلام، وبيقولوا تورو لا مؤاخذه مش امبراطوريه الجاز دي اتدمرت من 5 سنين ولا ايه؟ وفجاه بيخرج لهم مجموعه ثانيه من الاشخاص وبيقولوا ان دي حقيقه فعلا، وعشان كده هم عايزين يعيدوا بناء الامبراطوريه، ومعاهم شيكا بنت الامبراطور وهتكون هي الملكه. بيكونوا كلهم مصدومين ومش عارفين يتصرفوا ازاي. وفجاه بتخرج لهم الاميره شيكا، لكن الغريب ان بيكون شكلها مختلف عن شيكا اللي معاهم وعن شكل بوهي. بيقول لهم الحارس اخلصوا بقى وادفعوا الضريبه وامشوا من هنا. بتديهم شيكا عمله فضيه ودي عمله ملكيه وغاليه جدا. بيشك فيهم الحارس وبيقول لهم انتوا مين بالظبط انت وهي، وبيامر الحراس ان هم يفتشوا العربيه، وبيلاقوا تابوت كبير وبيسالوا كاري عنه. بتقول لهم انهم على طول بيسافروا من بلد للتانيه، وعشان كده بيحتاجوا صندوق كبير يحطوا فيه كل حاجاتهم. وبتقول لهم ان هم فرقه استعراضيه بيسافروا من بلد للتانيه. بيقول لهم الجنرال مارت ان هم لازم يثبتوا كلامهم، وبياخدوهم لقلعه الامبراطور عشان يعملوا عرض للاميره شيكا، بس بتكون عباره عن بيت صغير عادي جدا. بيستغربوا كلهم وبيقول لهم تورو هي دي القلعه الملكيه اللي بتقول عليها؟ بيقول له الجنرال ان هم مستخبين فيها مؤقتا، وده لحد ما يخلصوا بقيه الاصلاحات في الامبراطوريه. وبيدخلوا الثلاثه القلعه وبيعملوا عرض السحر للاميره، وبيقعدوا يهبلوا باي حاجه عشان يخلصوا منهم ويمشوا. وبتكون الاميره فرحانه جدا بالعرض التافه ده، لكن بيشك فيهم الحارس اكتر، وبيحس انه شاف شيكا قبل كده. وبتقول لهم كاري انها ممكن تخلي القطه اللي معاهم دي تتحول لشكل تاني بالسحر، وبيدخلها التابوت وبيفضل تورو يعمل حركات متخلفه وكانهم في سيرك الاطفال حرفيا. وبيفتحوا التابوت تاني وبتتحول فريده لتنين وبينبهروا كلهم جدا. بنرجع تاني لالبرت وبيكون لسه في المكتب بتاعه، وبيحاول يلاقي اي معلومات عن الامبراطور جاز وبنته شيكا. وبعدها بيخرج وبيلاقي في فوريتا مستنيين وبيسالوه وصل لايه. بيقول لهم ان كل حاجه عن الامبراطور مجهوله، حتى يوم ولادته والحاجات البديهيه اللي المفروض تكون معروفه عادي دي ما حدش يعرف عنها حاجه، وحتى شيكا بنته ما فيش عنها اي معلومات، لكنه عرف ان في مجموعه من الجنرالات لسه موجودين وان هم معاهم الاميره وعايزين يرجعوا الامبراطوريه تاني. وبيكون مضغوط جدا ومش عارف يتصرف ازاي في المساله دي. وبتعرض عليه فيفي ان هم الثلاثه يروحوا يتعشوا مع بعض. بيوافق على طول، بيقول لهم انه ما كانش اي حاجه من الصبح هو كمان. بنروح بعدها لتورو وباقي الفريق وبيرحبوا بيهم جدا وبيقدموا لهم اكل كتير بعد العرض اللي عملوه. وبعدها بيزوروا مجموعه ثانيه ومعاهم ادوات كتير واطباق وكوبايات، وبيستغرب تورو والباقي منهم. وبيروحوا هو وكاري يقفوا بعيد وبيقول لها انهم مجرد حراميه وما ينفعش يقعدوا هنا اكتر من كده. وبتكون شيكا قاعده مع الاميره بعيد وبتقول لها انهم عايزين يرجعوا الامبراطوريه في اقرب وقت ممكن، وده عشان كل الناس اللي كانوا فيها خسروا بيوتهم وحياتهم. وبتقول لها انها سمعت ان هي كمان كانت من الامبراطوريه، وبتعرض عليها تساعدهم ان هم يرجعوها تاني.
تاني. بتستغرب شيكا وبتسالها هتساعدها ازاي يعني. بترد عليها الاميره وبتقول لها ان هم بيزوروا بيوت الاغنياء وبياخدوا منهم مساعدات ماليه عشان يقدروا يبنوا الامبراطوريه. بتفضل شيكا ساكته ومش عارفه تقول لها ايه، وتبقى عايزه تعرفها على الحقيقه بتاعتها وان هدفها الوحيد هو انها تجمع بقى الامبراطور ابوها، لكنها بتتردد شويه وبتقرر ما تقولهاش اي حاجه. وبيفضلوا الاثنين قاعدين سوا كتير مع بعض، وبتقول لها الاميره شعر قديم كان مشهور في الامبراطوريه زمان، وبيطيحهم الوزير لافر وبيقول لها انهم عايزينها في القلعه. وفعلا بتروح الاميره معاها، بس المفاجاه انها بتغير شكلها تماما، وبتقول لهم انا قربت خلاص اخد على البت العبيطه دي وانتوا عليكم الاثنين التانيين. وبيقول لها لافر انه يسرق العربيه بتاعتهم. بتروح شيكا لتورو في العربيه وبتقول له انها مش عايزه تمشي عشان وعدت الاميره انهم يقعدوا مع بعض للصبح. بيتعصب تورو بيقول لها انهم لو فضلوا اكتر من كده الله اعلم اللي ممكن يحصل فيهم، وانه لسه مش واثق في الناس دي ولا يعرف ايه اصلهم. وبيقولوا لفريده وكاري ان هم يمشوا الصبح احسن، وده لان دلوقتي الطريق هيكون مظلم ومش هيعرفوا يشوفوا حاجه. بيتعصب تورو وبيكون متضايق جدا وبيقرر انه يقوم يقعد بعيد عنهم. بنرجع تاني للاميره وبتروح هي والوزير لقصر من القصور عشان يسرقوه، وبتقول له ياخد كل حاجه يلاقيها قدامه. لكن اول ما بيدخلوا بيلاقوا النور اتفتح ومتحاصرين من كل حته، وبيطلع ان ده فخهم عامل لهم. بيروح لتورو بيقوم يلاقي كل اللي في المدينه دي واقفين قدامه وبيطلبوا منه يساعدهم في اعاده امبراطوريه جاز، وان هم كده كده كانوا منها وهم اولى من الغريب. لكن بيرفض تورو على طول وبيقول لهم انهم مهما عملوا مستحيل يوافقوا على طلبهم ده. بيامرهم برضه انهم يهجموا عليه، وبيكونوا شيكا وفريده قاعدين جوه وسامعين صوت ضرب وخناقات. وبيخرجوا بيلاقي كاري وتورو متكتفين كلهم في بعض، وبيفتكر فرول اللي هو شاف شيكا فين قبل كده، وبيقول لهم ان هي دي شيكا الاصليه وانه شافها على الملصق اللي كان منشور في البلد عشان يلاقوها. بيسكتوا تورو وبيقول لهم انهم عارفين الحقيقه وان هم خدعوهم بحكايه اعاده الامبراطوريه دي عشان يسرقوا فلوسهم واكلهم مش اكتر. بيقول له برضه انهم كانوا فعلا عايزين يرجعوا المملكه، لكن الامر بدا يبقى صعب عليهم جدا وعشان كده بداوا يسرقوا من الناس عشان يعرفوا يعيشوا مش اكتر. وفجاه بيدخل عليهم لافر وهو متصف دراعه وبيقول لهم ان كان في فخ معمول لهم والاميره اتقبض عليها. بيقول تورو لشيكا عشان تعرف ان هم نصابين فعلا، وبيامرهم ان هم يجهزوا حاجاتهم عشان يمشوا من البلد الغريبه دي. لكن بتوقفوا شيكا وبتقول انها عايزه تنقذ يوليا. هنا بترد عليها كاري وبتقول لها انت اتجننت يا بت ولا ايه؟ واكيد طبعا ما ينفعش نتدخل في حاجه زي دي، لكن بتفضل شيكا مصممه انها تنقذ يوليا صاحبتها. وبيضطروا الثلاثه في الاخر ان هم يوافقوا على كلامها، وبيروحوا للمكان اللي هي محبوسه فيه، وبيكون سجن غريب جدا تحت الارض وشبه مستحيل ان هم يعرفوا يخرجوها منه. بس شيكا بتقول لهم انها تعرف تخرجها باستخدام السحر. وبيقفوا هم الثلاثه عند المكان اللي هي فيه، وبتستخدم شيكا قوتها السحريه وبيفتحوا حته صغيره، وبينجحوا فعلا ان هم يوصلوا لها وينقذوها. وبتخرج يوليا لعصابتها وبتفرح جدا انها شافتهم تاني، وبيروحوا كلهم لشيكا وبيشكروها انها صممت تنقذها، وبيتاسفوا لها على كل اللي عملوه معاهم. وبيرجعوا تاني المكان بتاعهم وبتقعد يوليا مع شيكا. وبيجي تاني يوم وبيجهز تورو عشان يمشي، بس قبل ما يمشي بيسالوا عن اللي يعرفوه عن الامبراطور، لكن محدش فيهم بيكون عارف عنه اي حاجه ولا حتى شافوه قبل كده، وكل اللي يعرفوه انه كان سحر مذهل مش اكتر. وبعدها بيمشوا كلهم من المكان، وبيقولوا تورو ان حتى سكان الامبراطوريه مش عارفين اي حاجه عن الامبراطور. وبيقول شيكا ان ابوها ده كان راجل غامض فعلا. وبيوصلوا للمدينه اللي بعدها، واول حاجه بيعملوها ان هم يروحوا للمتجر، وده عشان يشتروا كود سحر العربيه ولسلاح شيكا بالمره. لكن للاسف بيكون ده يوم مهرجان مهم، وهو مهرجان ذكرى انتهاء الحرب، وكل الناس اللي في البلد بيشتروا الوقود السحري، وده عشان يصنعوا بيه الالعاب الناريه، وبيبقوا مخلصين كل الوقود السحري اللي في البلد. وبيقدم لهم صاحب المتجر كميه قليله جدا، وبيقول لهم ده اللي عندي والله. بيطلب منه تورو يتحل لهم شويه تانيين او اي حاجه تمشي معاهم العربيه بس. بيرد عليه صاحب المتجر وبيقول ان العمليه دي هتاخد وقت طويل وممكن يبقى يعدي عليه بكره، لكن ده بيكون وقت كبير بالنسبه لهم، وهم عايزين يحصلوا على الوقود في اقرب وقت، وده عشان يدوروا على البطل الرابع اللي عليه الدور. وبيسالوا تورو عن اي متاجر تانيه قريبه في المدينه. بيقولوا صاحب المتجر ان معظمهم هيكونوا واقفين النهارده عشان المهرجان، وبيكتب لهم شويه عناوين يروحوا يشوفوهم بنفسهم. بيخرجوا الثلاثه من المتجر، وبتقول لهم شيكا ان هي عايزه تستمتع بالمهرجان. بترد عليها كاري وبتقول ان هم عملوا ملصقات البحث عنهم، يعني لو فضلوا يختلطوا بالناس كتير هياخدوا بالهم منهم ويقف مشاكل كتير هم في غنى عنها دلوقتي. بيروحوا بعدها للعربيه، وبتحط شيكا الوقود السحر اللي خدوه في العربيه، وبتقول لهم ان الوقود اللي معاهم ده يا دوبك يمشيهم نص يوم، وبتقول لهم ان في طريقه ثانيه ممكن تنقذهم لحد ما يحصلوا على الوقود، وهي ان هي تستخدم ذكرياتها. بيستغرب تورو جدا انها ممكن تستخدم ذكرياتها بدل الوقود السحري، ويفتكر انها قالت له قبل كده ان كل ذكرياتها اللي قبل الحرب مش موجوده، وبيسالها استخدمت قد ايه من ذكرياتها لحد دلوقتي واستخدمتهم امتى اصلا. بتسكت شيكا شويه وبتقول له اخر مره استخدمتها فيها بعد ما قابلتك بشويه. بيقول لها تورو ما تستخدمهاش تاني ابدا وان ده اكيد في خطر عليكي. وبيقول لهم ان هم يروحوا يدوروا في كل المتاجر اللي الراجل قال عليهم، ومش هيستخدموا العربيه وهيروحوا ماشي على رجليهم. بنروح لالبرت وفيفي وبيكونوا ماشيين مع بعض في المدينه وبيتسوقوا هم كمان، وبتكون مبسوطه جدا ان هم بيعملوا حاجه طبيعيه بعيد عن شيكا وحواراتها. وهم ماشيين بيلاقوا واحده ست بتصوت، وفي شخص بيتهجم عليها وبيسرق منها محفظتها. بتمسكوا فيفي على طول وبتكتفه، وبياخد منها البرت المحفظه وبيرجعها للست تاني. وبيفضل الواد الحرامي يزعق لهم ويقول لهم كده كده الاغنياء اللي زيهم مش فارق معاهم حاجه ومش هيتاثروا يعني لو سرقت منهم شويه فلوس. وبيبص لالبرت وبيقول شكلك انت كمان واد غني وكمان من الفرسان، يعني اكيد مش هتفهم معاناه الفقراء اللي زينا. ما بيردش البرت عليه، وبيامر فيفي انها تسيبه ويمشي وخلاص، وده عشان ما يعملوش دوشه اكتر من كده ويبوظوا الاحتفال. وبيكون الواد جي واقف في مبنى من المباني وبيراقبهم من بعيد، وبيروح للفريق بتاعه وبيكونوا بيغسلوا العربيه وبيروقوا الدنيا. وبيقول لهم نيكولاس ان هو دايما بيستغرب من البرت وان على طول عنده نفس الرياكشن ومفيش حاجه بتاثر فيه وشه ما بيتغيرش. بيرد عليه ليه وبيقول له الموضوع غريب فعلا، لكن دي مش حاجه مهمه وهفضل اخدمه طول عمري، وده عشان هو انقذني من حته المأساويه القديمه، وبسبب طبيعته انه نص انسان ونص ثعلب كان بتخلي القاده بتوعه يحطوه في الخطوط الاماميه، وده كان بيخليه يواجه كل الخطر لوحده عشان ما يخسروش حد من البشر. لكن القائد البرت بيعملوا بطريقه مختلفه وما بيجبروش على اي مهام خطيره. وفجاه بتدخل عليهم بنت غريبه واسمها كارين، وبتقول لهم ان عندها اوامر طارئه من القائد كونر. بيتفاجئوا كلهم وبيقلقوا جدا. نرجع تاني لالبرت وفيفي، وبيكون البرت متضايق جدا من اللي حصل من شويه وان في ناس فعلا فقراء ما بيقدروش يستمتعوا بالمهرجان. بتحاول فيفي تغير موده وبتعرض عليه ان هم يشتروا شويه حلويات ليهم والباقيين. بيوافق البرت على طول وبيروح معاها. بتختار فيفي شويه من الحلويات، وبتلاقي كمان ان في بسكوت اسمه بسكوت الحظ، وبتطلب من البرت ان هم يجربوه. وبياخد البرت واحده وبيكسرها وبيشوف الورقه بتاعته، بس بتكون حكمه غريبه كده ومش مفهومه. وفيفي هي كمان بتجرب حظها وبيطلع لها ورقه مكتوب فيها ان حبها الثابت هو اللي ينقذ الشخص اللي هي بتحبه. وبيقول لها البرت ايا كان الشخص اللي هي بتحبه فهو
محظوظ جدا، وطبعا مش بيبقى عارف اللي فيها ومش بيحس اي مشاعر ناحيتها. بتجيلهم بومه من الفريق بتاعه وبيكون معاها رساله مكتوب فيها اوامر طريقه، وبيرجعوا بسرعه للمكان بتاعهم. لكن يا ترى هتكون ايه الاوامر دي في الاخر وعن ايه بالظبط؟ بنرجع تاني لتورو وباقي الفريق، وبيكونوا لسه بيدوروا في المتاجر وبيكونوا كلهم قافلين فعلا، وبيلاقوا عربيات كتير من الباقي متجولين، وبيروح لهم تورو على طول وبيسالوا لو معاهم وقود سحري. بيرد عليه الراجل يقول ان يا دوبك معاهم على قد بالظبط، وده لان الوقود السحري اليومين دول قليل بسبب المهرجان. بتقول له كري بعد ما بيمشوا ان العربيات دي فكرتها بايام زمان. بتستغرب شيكا وبتقول لها انها عايزه تعرف اكتر عن ماضيها. بيقول لها تورو ان هم صغيرين حياتهم كلها كانت في تدريبات المحاربين، وبيعمل لها حركه من الحركات اللي اتعلمها زمان، وبيهدف طوبه صغيره على الفاكهه اللي في الشجره وبيوقعها وبتنبهر شيكا بيه، وبيحكي لها اكتر عن حياتهم وهم صغيرين، وان هم كانوا في قريه كل الاطفال اللي فيها بيتعلموا اساسيات الحرب، وكل هدفهم ان هم يثبتوا نفسهم للمعلمين بتوعهم، وان هم يقدروا ينجحوا في ساحه المعركه. لكن المعلم بتاعه كان دايما شايف انه عيل تافه، وانه ما كانش ينفع يتولد في القريه دي اصلا ولا يبقى محارب، وعشان كده كان بيدربه تدريب قاسي جدا. لكن كيري هي اللي فضلت معاه وكانت بتساعده في كل حاجه، ودايما المعلم بتاعهم كان بيقول عليها عنيده. بتقول لها كيري ان حياتهم كانت صعبه فعلا، لكن برضه مروا بتجارب ممتعه سوا. بيقول لها تورو انها كانت دايما بتجيب لهم المشاكل والكوارث، يعني بيتضايق هنا كيري منه وبترش عليه بالميه، والاثنين بيفضلوا يتخانقوا مع بعض، والموضوع بيقلب قط وفار فجاه مش عارف ليه. وهنا بتقاطعهم شيكا وبتقول لهم انها بتحسدهم على كل ذكرياتهم الممتعه سوا، وبعدها بيجهزوا كلهم عشان يروحوا لاخر متجر قبل اليوم ما يخلص. وبتقول لهم كيري ان هي قلقانه على فريده والعربيه فهترجع تطمن عليها، وبتدي شيكا صفاره كلاب، وبتقول لها لو الواد ده عمل حاجه كده ولا كده استخدمها على طول. بيتعصب تورو منها وبيقول لها تغور من وشه حالا. بيروحوا بعدها الاثنين للمتجر وبيكون الباب مقفول، بس بيحاول عمنا تورو انه يفتحه بالعافيه، وهنا بيحس بيهم صاحب المتجر وبيخرج لهم بره، وبيقولوا ان الباب بيتفتح من جوه بس، وانه ما كانش متخيل ان في زباين تانية هتجيله دلوقتي. بيدخلوا الاثنين وبيقولوا انهم محتاجين وقود سحري وعايزين كميه كبيره للعربيه والاسلحه بتاعتهم، والمفاجاه ان صاحب المتجر بيكون عنده وقود فعلا، وبيقول لهم انه مش زي باقي الناس وما بيحتفلش بالمهرجان، واصلا ذكرى الحرب دي اكتر ذكرى بيكرهها، وده لانه خسر فيها مراته وعياله. وبيقعدوا الاثنين يستنوا لحد ما يطحنوا الوقود، وبتساله شيكا لو هو كمان عنده ذكريات سيئه. هنا بيفتكر تورو حياته وهو صغير، وبيقول ان كان في عربيات للباعة المتجولين بتيجي باستمرار البلد بتاعتهم، وكان في بنت فيهم اسمها هاسومي، وكان هو وكاري متعلمين بها جدا، وكانت هي الشخص الوحيد اللي بيصبروا مع التدريبات الصعبه، وكانوا بيكملوا بس عشان يقدروا يشوفوها في الاخر ويلعبوا معاها. وكمان كان بيتعلم كل التقنيات الصعبه عشان يوريها لها لما تيجي وتبقى فخوره بيه. لكن في مره من المرات اللي كانوا المفروض يشوفوها فيها سمعوا ان العربيات كلها اتدمرت، وان قطاع الطرق هجموا عليهم، وساعتها راح تورو عشان يشوفها ويطمن عليها، لكنه لقاها مرميه على الارض ومتصابه اصابات شديده، واول ما شافته ودعته وماتت على طول، وكانها كانت مستنيه تشوفه لاخر مره في حياتها. ومن ساعتها حياته اتغيرت جدا، وبقى طفل عصبي وما بيحبش اي حد، وحتى كمان مش بيسمع كلام المعلم بتاعه في التدريب، وبقى جواه غضب شديد جدا ما بيقدرش يسيطر عليه، ولحد دلوقتي بيكون حاسس بالذنب انه ما قدرش ينقذ هاسومي. وبعد ما بيحكي لها كل حاجه بتتاثر شيكا جدا وبتزعل عشانه، وهنا بينادي عليهم صاحب المتجر عشان ياخدوا الوقود بتاعهم. بيسالوا تورو يلاقوا كميات كبيره فين، بيرد عليه صاحب المتجر ويقول انه شاريه لمده يومين ثلاثه، وده عشان كل المتاجر هتكون قافله وبيحتفلوا بالمهرجان، ولو عايز الوقود بكميات كبيره يروح المناجم بتاعته واللي هي على بعد يوم واحد من هنا بالعربيه. وبيقول لهم انه سمع كمان ان الدوق اللي هناك عنده بقايا الامبراطور. بيتفاجئوا الاثنين جدا اول ما بيسمعوا الكلام ده، وبيسالوا تورو الدوق ده واحد من الابطال ولا ايه. بيرد عليه صاحب المتجر ويقول له لا، بس هو اشترى البقايا دي من واحد من الابطال عشان يخليها في المنجم بتاعه. بيشكروا تورو جدا وبيخرجوا على طول، وبيلاقوا تورو انه ما كانش متخيل انهم يلاقوا وقود في اخر متجر، لا وكمان يوفر عليهم البحث ده كله ويقول لهم على مكان بقايا الجثث. وبعدها بيروحوا الاثنين لمدينه انتاج الوقود السحري، وبتكون شيكا شايله التابوت على ظهرها. واول ما بيدخلوا المدينه بيفضلوا الناس كلهم متنحين ليهم بطريقه غريبه، وبيقلق تورو جدا وبيحس ان في حاجه غريبه، وبيفضل يبص في كل انحاء المدينه وبيكتشف ان مفيش ولا بنت هنا، واكيد ده السبب اللي مخليهم مستغربين منها كده. بيروحوا لاول متجر في البلد وبيسالوه عن الوقود السحري، بس المفاجاه انه بيقدم لهم كميه قليله جدا. بتقول له شيكا ان دي بلد انتاج الوقود، يعني لازم الوقود يكون متوفر بكميات كبيره. بيكون صاحب المتجر غريب جدا وبيتصرف بطريقه مريبه وكانه خايف من حاجه او حد مهدده، وبيقول لهم ان دي الكميه اللي مسموح لهم يبيعوها للناس الغريبه، وكمان الكميه اللي بيقدموها للضوء زادت عن الاول. بيدخلوا ناس تانيين وبيستغربوا جدا اول ما بيشوفوا شيكا، وبيسالوا تورو ليه مفيش اي بنات في البلد. بتوتر صاحب المتجر شويه وبيهمس في ودنه بصوت واطي، وبيقول ان كل كام يوم الدوق وجنوده بيجمعوا كل البنات اللي في المدينه وبيخطفوهم وبياخدوهم مننا بالقوه، والبنات اللي بتتخطف دي ما بتظهرش تاني ابدا، ومحدش عارف اذا كانوا عايشين ولا ميتين. وبينصحوا انه ياخد بعضه هو البت المعدي ويمشوا مننا بسرعه، وده قبل ما يجي الدوق تاني ويخطفوا مع بقيه البنات. بيستغربوا الاثنين جدا اول ما بيسمعوا كلامه، وبيسالوا تورو قبل ما يمشي ليه محدش راح قصر الدوق واكتشف ايه اللي بيحصل. بيرد عليه التاجر بيقول ان دي حاجه مستحيله، وده لان قصر الدوق اصبح حاجه عجيبه جدا، وبيشاور له على الشارع. بيبصوا الاثنين من بره المتجر وبيلاقوا قلعه عايمه وشكلها مرعب وضخم جدا. بيرجعوا الاثنين لكاري وفريده وبيحكي لكاري كل اللي حصل وبتستغرب جدا، وبيقول لها تورو ان اكيد ده السبب اللي مخليهم مخلصين كل الوقود السحري، وده عشان يمدوا القلعه دي بالطاقه السحريه عشان تفضل متشعلقه في الجو كده. وبتقول له كاري اكيد الدوق اشترى بقايا الامبراطور عشان نفس السبب، بس الغريب واللي مش مفهوم هو اللي بيخطف بنات المدينه. بيقول لهم تورو ان طالما الباقي عنده يبقى لازم يروحوا له، وبيسال شيكا لو تقدر تستخدم قوتها السحريه وتطير بيهم، لكن بتقول ان الموضوع صعب جدا وان شبه مستحيل وعايز نوع معين من السحر، وبكده مش بيبقى قدامه غير شخص واحد يطلبه منه وهي فريده. لكن هي بترفض تسمع كلامه وبتفضل تقول له انت عيل بق ومش قد كلامك، وبيوعدها تورو انه يقتلها زي ما هي عايزه، لكن بعد ما يجمعوا بقى الامبراطور. وهنا بتتدخل شيكا وبتقول له انه لازم بعد كده يوفي بوعده ليها. بيرد عليها بيقول انا مش فاهم ليه ما تحاربيش انت التنين الخالد ده. بتتعصب فريده وبتقول له انا مش خالده ولا حاجه، ولو دمرت دماغي هموت على طول. بيقول لها تورو انه قبل ما يوصل للمرحله دي هيكون ميت اساسا، وانه اكيد مش هيقدر عليها بقوتها الضخمه دي. بتقول لها كده انا ما عنديش مانع انك تقتليه، بس ما تدمرهوش قوي عشان عايزه احنطه يعني، وهو منها لعبه نتسلى بيها بعد ما يموت. بتعصب تورو جدا عليهم وبيقول لهم هتحدفوني لبعض ولا يا بنت انت وهي. وبيجي اخر اليوم بيروحوا كلهم مع فريده عشان يتفقدوا القلعه، ومش بيكونوا ناويين يهجموا عليها دلوقتي، كل اللي عايزينه بس يدرسوا القلعه كويس ويعرفوا المداخل والمخارج بتاعتها، لكن لها للاسف بتكون متامنه كويس ومفيش ولا منفذ واحد ممكن
ممكن يدخلوا منه. وبيجي تاني يوم وفعلا بيجمعوا كل البنات اللي في المدينه وبيخطفوهم بالقوه وبيقولوا لهم بالقوه السحريه للقلعه. لكن المفاجاه ان كاري بتكون مع البنات دول وبتقرر انها تسلم نفسها وتدخل معاهم عشان دي الطريقه الوحيده اللي هتقدر تدخل بيها الباقيين وبتقدر تستخبى في مكان تاني بعيد عن باقي البنات. والمفاجاه الاكبر بقى انها مش بتبقى لوحدها وفيفي وريتا بيتسللوا هم كمان للقلعه واكيد بيكون عندهم نفس الهدف وبيستخبوا هم الاثنين كمان وبيكتشفوا ان القلعه كلها عباره عن غرف تخزين. وبتقول لها ريتا اكيد مقر التحكم موجود فوق خالص وكل ما يطلعوا اكتر نظام الحراسه هيكون مشدد. بتتحمس فيفي جدا وبتقول لها انها تستخدم قوتها لكن ريتا بتهديها وبتقول لها انهم لازم يكونوا اذكياء ويفكروا كويس قبل ما ياخدوا اي خطوه. وبيجي تاني يوم وبتبعت رينا لالبرت التقرير بتاعهم وهو ان القلعه ما فيهاش حد يعتبر غير جنود الدوريات ولحد دلوقتي الدوق نفسه ما ظهرش واللي بيتحكم في كل حاجه هو ساحر واسمه جارد ودايما معاه ولد صغير كده شكله من الاغنياء وقريب من الدوق. والبنات اللي اتنقلوا للقلعه اتقسموا لمجموعات وانتقلوا لمكان تاني محدش عارفه. لكن يا ترى ايه حكايه الدوق ده وناوي على ايه بالظبط؟ وبيخلص البرت كل التقرير وبعدها بيدخل عليه نيكولاس وبيقولوا ان في رسائل مباشره من القائد كونر. بيكلموا البرت على طول وبيقولوا كونر ان هم فرطه كبيره وبنروح لجيش المدينه بتاعتهم وبيكونوا مستعدين للهجوم على منطقه الدوق ومستنيين بس اوامر الملك. والمفاجاه الكبيره ان هم استخدموا نفس تقنيه الدوق وهيطيروا بالقلعه بتاعتهم بالوقود السحري. بيتفاجئ البرت وبيقول لكونر ازاي ده حصل وازاي يعملوا حاجه زي دي. بيقول لكونر ان حاول يوقفهم لكن للاسف ما قدرش يخلي الملك يلغي القرار وبيقول انه لازم يبلغ ريتا وفيفي حالا وده عشان يقدروا يهربوا وينجوا من اللي هيحصل في الحرب دي. بنرجع بقى لتورو وباقي الفريق وطبعا مش بيكونوا عارفين اي حاجه من اللي هتحصل كمان شويه وبيكونوا الثلاثه في طريقهم للقلعه وده بعد ما كده دبرت لهم طريق يقدروا يخشوا منه وبينجحوا فعلا ان هم يدخلوا القلعه ويكونوا في غرفه الاسلحه وبياخد تورو شويه من الاسلحه دي عشان لو حصل حاجه يعني. وبتقول له كاري اكيد بقايا الامبراطور موجوده في غرفه التحكم وبيستعدوا كلهم يروحوا غرفه التحكم واللي المفروض انه اخطر مكان في القلعه كلها وبيروحوا الاربعه الاسانسير وبيكون المكان كله مرعب ومحب القوه السحريه من كل حته وبيقول لهم دول انهم لو خدوا الاسانسير واتحاصروا وهم خارجين مش هيبقى في مجال للهروب لكنه حتى ما بيلحقش يكمل كلامه وفجاه بيتحاصروا من كل حته بالجنود والجنود بتهجم عليهم بسرعه جدا وبيضرب واحد منهم فريده بالسيف في بطنها وبيوقعها لاعماق القلعه وبيتصدموا كلهم من اللي حصل وبيحاولوا يهربوا باي طريقه وبينفصلوا شيكا وتورو عن كاري وبيطمنها تورو بيقول لها ان اكيد فريده مش هتموت بسهوله كده وانها عندها قدره العلاج السحري وهتخف بسرعه وبيقول لها ان الجنود دول فيهم حاجه غريبه وكأن في حد مسيطر عليهم وبيتحكم فيهم وده لانهم عاملين زي الاليين وما حسوش باي وجع لما هجموا عليهم وبتكون كاري لوحدها معاهم وبتحاول انها تقضي عليهم لكن بيكون عددهم كبير جدا وبيقدروا ان هم يحصروها بالسيوف من كل حته. بيكونوا ريتا وفيفي مستخبيين في غرفه ثانيه للاسلحه ويسمعوا صوت دوشه عالي بره لكن مش بيبقوا عارفين ايه اللي بيحصل وبيكونوا مستعدين للهجوم في اي لحظه. وبعدها الجنود بياخدوا كاري للساحر الغريب جارد وبيقول لها انه كان مراقبها من بعيد وطريقتها في القتال مميزه جدا وبيخرج لها الولد الصغير وبيعرفها على نفسه وبيطلع ان هو ابن الدوق واسمه ريكا وبيقول لها انه متحمس جدا انه يقتلها ويعذبها زي ما عمل مع الباقيين واي حد يفكر يدخل القلعه دي هيحصل له نفس الكلام. بتقول له كاري انت مجرد عيل صغير وتافه والنية هنا عشان تشوف ابوه. بيضحك ريكا عليها وبيقول لها انها مش هتعرف تشوفه لانه هو قتل هو وامه واخواته الكبار بس بيقطعوا جارد ويقولوا من الاحسن ان احنا نستغلها وده لان قوتها مميزه جدا وهتفيدنا لو كانت في صفنا. بيقول لها ريكا انه هيضطر يوافق وده لان جارد هو العقل المدبر هنا وهم الثلاثه لازم يتفقوا على قرار واحد. بتستغرب كاري جدا وبتسال نفسها يا ترى مين تالتهم ده لكنها بترفض على طول انها تنضم ليهم وفجاه بيطلع جارد سائل غريب وبيشربه لها بالعافيه وبعدها بيستخدم سلاحه السري وبيعمل عليها تعويذه تخليه يتحكم فيها وتبقى زيها زي باقي الجنود بالظبط. وبعدها بيروح لريتا وفيفي وبتوصل لهم رساله ان هم لازم يهربوا في اسرع وقت وده لان جيش الملك هيهجم على القلعه. لكن تفتكروا هيقدروا يهربوا وهم متشعلين في السما كده في خلال كام ساعه بس ولا لا؟ وبنرجع لتورو بيقابلوا بنت غريبه اسمها ليلى وبتقول لهم ان واحده من ضمن البنات اللي اتخطفوا وبتاخدهم معاها عشان تدلهم على مكان باقي البنات لكن بتطلع عامله لهم كمين وبيهجموا عليهم باقي الجنود وبتستغل ليلى الفرصه وبتاخد شيكا منه وبتسيبه مع الجنود لوحده وفجاه بتظهر كاري وبتهجم عليها كمان وهنا بتصدم تورو اول ما بيشوفها وبيحاول تورو انه يهرب منهم لكن كاري بتفضل وراه وبيحاول انه يرجعها لوعيها لكنه بيفشل تماما. بتروح شيكا مع ليلى الغرفه الثانيه وبتعرف منها ان هم جايين هنا عشان تاخد باقي ابوها وبتقول لها ليلى تفضل في مكانها هنا لحد ما ترجع لها وبتدخل ليلى الجارد وريكا وبتقول لهم ان قبضت على القاعده بتاعتهم خلاص. بيتحمس ريكا جدا وبيقول لها انه هيعذبهم كلهم بعد ما الحرب الحقيقيه تخلص. وبنرجع تاني لتورو وبيكون لسه بيحاول يقاوم كاري لكنها قويه جدا وبتقدر انها توقعه وتنزله على الارض لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه وبيلاقي نفسه طاير في الجو وبتكون ريتا هي اللي انقذته وبتطلعه ليهم وطبعا فيه بتتضايق منها جدا بس ريتا بتقول لها ان اهم حاجه دلوقتي ان هم يخرجوا من المكان ده في اسرع وقت ولازم نتحالفوا مع بعض حتى لو كانوا اعداء. وبتقول له ريتا على كل حاجه والحرب اللي هتحصل كمان كام ساعه. بيطلب تورو منهم ان هم يساعدوه وده عشان يقدر يلاقي الثلاث بنات وبعدها يهربوا كلهم وبيضطروا ان هم يوقفوا عشان يخرجوا من المخروبه دي وبيروحوا كلهم عشان يدوروا على مكان شيكا لكن فجاه بتتحرك القلعه بيهم وبتكون رايحه نفس الاتجاه اللي جاي منه قوات العدو عشان يعني يسرعوا وقت الحرب وتبدا على طول. مستعجلين قوي على المعركه وبيكون ريكا الواد المريض ده متحمس جدا وبيقول لجارد انه مش متخيل ابدا ان اليوم ده هيجي فعلا وبيروح لتورو والباقيين وفجاه بيلاقي دم على الحيطه وبيروحوا يشوفوا فيه ايه وبيخلع تورو الاحجار بسهوله بس كلهم بيتصدموا من المنظر اللي بيشوفوه وهو اجسام البنات المخطوفين وعليهم اثار تعذيب صعبه جدا. بنرجع تاني لشيكا وبتحكي لها ليلى عن كل حاجه وحقيقه ان هي مع ريكا وجارد وان هم كمان ناويين على حرب جديده يستولوا بيها العالم كله. وبتقول لها ليلى انها عايشه في اوهام وان هي مجرد بنت ما عندهاش حياه واختارت انها تجري ورا باقي الامبراطور عشان تحس ان عندها هدف مش اكتر. شيكا بتتصدم من كلامها ليها ومش بتبقى عارفه تتصرف ازاي وفجاه بتخلع ليلى الغطا اللي على وشها والمفاجاه انها بتطلع نسخه من شيكا وبتقول لها انها كانت زيها كده ورافضه تصدق حياتها وكان كل هدفها انها تجمع باقي الامبراطور من غير ما تفكر في اي حاجه تانية ولا تعرف هي مين وايه حياتها اصلا. لكن في يوم من الايام عرفت كل حاجه وقابلت وحش ضخم جدا وقال لها انها مجرد اداه بالنسبه لهم وده عشان يقدروا يدمروا العالم ويتخلصوا من كل حاجه. وفي اللحظه دي بترجع لها كل ذكرياتها المؤلمه عن طفولتها وانها كانت بتتعذب دايما. نرجع تاني للواقع بتكون شيكا مصدومه من كل اللي سمعته وبتقول لها ليلى ان هي وكل النسخ اللي زيها مجرد ادوات بس وده عشان يجمعوا كل باقي الامبراطور. وبتقول لها انها لما عرفت الحقيقه الصعبه دي قررت
انها ما تبقاش شيكا تاني وغيرت شخصيتها، عشان كده اختارت اسم ليلى وانضمت لريكا وجارد في المخطط بتاعهم. وفجاه بتظهر فريده قدامهم وبتقول لها ان قصتها التافهه دي مسليه فعلا، وبتتريق عليها شويه وبتقول لها تكمل. لكن فجاه بيظهر من وراها وحش غريب وبيضربها على دماغها وبياخدها ويختفوا. وبتقول لها ليلى ان المفروض نقطه ضعف التنين هي دماغه، وان هي مش هتشوف صاحبتها تاني خلاص. وبنروح لالبرت وبيروح هو وليلي وجنود المملكه وبيحاولوا انه يعطلهم شويه قبل ما يوصلوا منطقه القلعه، وبيحاول كمان يقنعهم يرجعوا عن الحرب دي، لكن بيقطعوا القائد بتاعهم وبيقولوا ان الحرب دي امر من الملك بنفسه ومستحيل يقدروا يرجعوا فيها. بيقول له البرت ان في 2 من اتباعه موجودين في القلعه وبيطلب منهم يستنوا بس شويه لحد ما يقدروا يهربوا. بيتعصب القائد عليه جدا وبيقول له يعني انت عايزنا نوقف الحرب عشان 2 من اتباعك جوه؟ انت مجنون يا عم انت ولا ايه؟ وبيقول له انه لو استمر في عمايله دي هيقضي عليه ويقتله بصفته خيل للملك. بنروح لتورو اللي معاه وبيحاولوا ان هم يهربوا من فتحات التهويه، بس فجاه بيحسوا تورو بحاجه غريبه جدا وفعلا بيجري عليهم وحش العنكبوت الضخم بكل قوته، وبيرجعوا كلهم تاني في لحظه وبيخرجوا من الفتحه وبيحاولوا ان هم يلاقوا طريقه تانيه للهروب. وبتحاول ريتا انها تفتح الابواب السحريه باستخدام قوتها لكنها بتفشل، وبكده ما بيكونش قدامهم غير حل واحد وهو ان حد فيهم يتسلق القلعه من بره، ودي حركه خطيره جدا ونسبه نجاحها قليله. بيقول لهم تورو يستنوه هنا وهو بس اللي هيطلع، بس فجاه بتظهر كاري وبتهجم عليه تاني وبيطلبوا منه يطلع وهو هيتولى امرها، وبياكد عليهم ما يأذوش او يقتلوها وبيسيبهم وبيخرج من شباك القلعه وبيحاولوا يتسلق القلعه، لكن الموضوع بيكون صعب جدا بسبب الرياح. وبيلاقي تورو ان قلعه المملكه خلاص في طريقها ليهم، وبنروح على الناحيه الثانيه لقلعه المملكه وبيكونوا الجنود متحمسين جدا للحرب وانهم يرجعوا لايام زمان تاني. وبتوصل لهم اخبار ان القائد البرت حاصر فرقه من الجيش ومش عايز يسيبهم غير لما يتكلم مع الملك، لكن بيرفض الملك انه يتكلم مع اي حد وبيقول لهم انه مستني اللحظه دي من زمان ومش هيسمح لاي حد يبوظها له. وبيستعدوا لاطلاق اول ضربه على قلعه الدوق، وفعلا بيبدا الهجوم، بس قلعه الدوق بتفعل حاجز سحري حواليها وبتقدر انها تصد الضربه، وفعلا الضربه ما بتاثرش فيها لكنها بتتسبب في زلزال قوي جدا، وبيكون تورو هيقع وبيدخل تاني على طول، وبيقول في نفسه ان هم لازم يخرجوا في اسرع وقت ممكن لان الحرب بدات خلاص. وعلى الناحيه الثانيه قلعه الدوق بترد الضربه ولكنهم بيتسببوا في ضرر كبير في قلعه المملكه، وده عشان وجودهم السحري اقوى بكتير، وبيفضلوا القلعتين يوجهوا ضربات قويه لبعض. وبنرجع تاني لفيفي وريتا وبينجحوا اخيرا ان هم يرجعوا كاري لطبيعتها تاني. بتشكرهم كاري على اللي عملوه ولكن بتقول لهم لما نخرج من هنا مش هتردد ان اقتلكم، وبتخرج معاهم عشان يكملوا طريقهم ويقابلوا الباقيين وتعرفهم المعلومات اللي عرفتها وان الدوق مش موجود اصلا، وابن ريكا المختل ده قتله هو ومراته وعياله. وهم ماشيين بيلاقوا فريده مرميه على الارض وميته وبتزعل كاري عليها جدا وبتكون متاثره، بس فجاه بتحصل حاجه غريبه وبتخرج فريده تاني من نفس جسمها لكن بحجم اصغر، وبتقول لكاري انت فاكراني مت ولا ايه؟ وبتقول لها انها كانت عارفه ان كل ده هيحصل وعشان كده امنت نفسها وعملت تعويذه تانيه، وده عشان تخدعهم بجسمها المزيف ويفتكروا ان هم قتلوها. بتقول لها كاري ان مفيش قدامهم اي وقت ولازم يتحركوا دلوقتي ويقابلوا بقى الفرقه ويهربوا، وبتتحول فريده لهيئه التنين وبتاخدهم هم الثلاثه وبيروحوا على مكان شيكا اللي شافتها فيه اخر مره، بس ريتا وفيفي بيكونوا مرعوبين منها وبيفضلوا القلعتين يردوا الضربات القويه لبعض، وبتكون قلعه الدوق متفوقه اكتر على قلعه الملك وبيقدروا ان هم يسببوا لهم اضرار كبيره، وقلعه الملك بتكون خلاص هتقع، وكمان بيوجهوا ضربه قويه جدا على الارض في المكان اللي فيه البرت وباقي فرقه الجيش. بيقوم ليه وبيلاقي كل حاجه حواليه متدمره وكل الجنود ماتوا، وبيفضل يبص على البرت ومش بيلاقيه وبيحس ساعتها بغضب شديد جدا، وبتكون قلعه الملك خلاص اتدمرت وهتقع من السماء، لكن بيرفض الملك الاستسلام وبيقول ان هم طالما هيقعوا يبقى ياخدوا الكل معاهم، ومن الاخر كده يعني ايش فل يموت احنا الكل، وبيامر جنوده ان هم يهجموا بكل قوتهم وده عشان يحاولوا يوقعوا قلعه الدوق. بيتصدم الساحر جارد لما بيلاقيهم قريبين جدا من قلعتهم وفعلا بيهجموا عليهم وبيقعوا الاثنين من السماء، وبتكون شيكا عرفت تخرج من المكان اللي هي فيه وبتروح مع ليلى وريكا المكان الباقيين، بس بسبب الهجوم ده بيقدروا ان هم يكتشفوها، وبتقول لها ليلى انت مستغنيه عن حياتك للدرجه دي عشان شويه بقى امبراطور؟ بس ما تقلقيش شويه هتقع القلعه على المملكه وانت وباقي الامبراطور مش هيبقى ليه وجود اصلا، وبيكتفوها الاثنين وبيستعد ريكا انه يقتلها ويعذبها، لكن بيظهر تورو في اخر لحظه وبيكون اتحول لخاصيه المحارب وبيهجم على ريكا وبيحاولوا انه يهزمه، وبيمثل قدامه ان قوته ضعفت وبيقع على الارض، وبعد ما بيقرب منه ريكا بيقوم تاني على طول وبيضربه بالسكينه بتاعته، وهنا بتحس ليلى بالخطر وبتهرب على طول وبيروح لكاري وبتوصل لمكان الساحر جارد واللي بيكون متعصب جدا ان الامور ما مشيتش زي ما هو عايز وان قلعته مقطوعه هي كمان مع قلعه المملكه. بتهجم كاري عليه وبتضربه ضربه قويه جدا في دماغه، واول ما بيقع معاه كل الجنود والصحراء اللي متحكم فيهم. بيحصل تورو على بقايا الامبراطور وبيحطها في التابوت وبيحاول ان هم يلاقوا اي طريقه يخرجوا بيها من هنا، لكن فجاه بيتعب تورو جدا ومش بيقدر يكمل، وهنا بتظهر ليلى وبتضربه بالسهم، وهنا بيفقد تورو وعيه من كتر التعب، وقبل ما يقع في اعماق القلعه بيطلب من شيكا انها تهرب. بتقول لها ليلى انها مجرد بنت مغفله وحتى بعد كل اللي عرفته ده اختارت انها تفضل اداه زي ما هي وعشان كده يبقى تموت احسن، لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه جدا وبتشوف ليلى الواد جي واقف قدامها وبتتسمر مكانها ولا كانه سحرها، وبتستغل شيكا الموضوع وبتهجم عليها بكل قوتها، وبعدها بتنزل شيكا على طول في الميه وبتعمل حواليها هي وتورو حاجز سحري وده عشان يقدر يتنفس ويرجع لوعيه من تاني، وبعدها بيلاقوهم فريده والباقيين وبياخدوهم على طول وبيقدروا اخيرا ان هم يهربوا من القلعه ويخرجوا من الميه، وبتنتهي الحرب الكبيره بهزيمه القلعتين وبيرجعوا الابطال بتوعنا واهدافهم ما بتتغيرش، وبيقعدوا شيكا ان هم يفضلوا معاها لحد ما تجمع باقي البقايا وده لانها تعتبر الملكه بتاعتهم، لكن تفتكروا ايه اللي هيحصل في حياتهم بعد كده؟ وهل فعلا هيقدروا يعدوا كل التهديدات الصعبه ولا يستسلموا في نص الطريق؟ ده اللي هتعرفه لما تعمل لايك للفيديو وتنزل تشترك في القناه عشان تشوف الموسم الثاني اول لما ينزل على طول، ولو الفيديو ده وصل 4000 لايك هنزل لكم الموسم الثاني على طول، وما تنساش تقول لي رايك تحت في الكومنتات وتقييمك لانمي يكمل 10. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.